الانقطاع المبكر عن الدراسة اللي شهد نسب ارتفاع كبير في النسب متاعه في السنوات الأخيرة من 6.2% في الموسم الدراسي 2019-2020 ل 7.5% في موسم 2023-2024. بالنسبة لبنغردان ما فماش أرقام محددة، لكن الدراسات الميدانية الكلها تأكد بالإجماع أنه خاصة في صفوف الذكور فما نسب كبيرة للانقطاع المبكر عن الدراسة. انقطاع الحقيقة في أوقات معناها مازال مستحق فيها شبابنا أنه يتعلم، أنه يتكون، أنه يبني زاد علمي كبير باش ينجم يواجه الحياة، يواجه التطورات التكنولوجية اللي قاعدين نعيشوا فيها. أكيد ما ناش مقطوعين على العالم، أكيد يلزمنا نكون مواكبين الأحداث، حتى لو مش لأنفسنا، راهو لصغيراتنا نهار آخر للأجيال القادمة اللي تكون مستحقة أنها تكون مواكبة للتكنولوجيات الحديثة. الحقيقة الأسباب تتداخل وكلها تكمل بعضها. الأسباب منها الأسباب خاصة الأسباب الاقتصادية والإغراءات متاع سوق العمل والتجارة الحرة اللي نشاهدوها برشا في بنغردان. نشوفوا اللي أكثر شبابنا تستقطب الخدمة، يستقطب الخدمة على ليبيا، على معبر راس جدير. التجارة الحرة الكلها تستقطب في شبابنا خاصة الذكور. يقول لك خليني نخرج نخدم، خليني نبدأ فيسا، معناها ناخذ كرهبة، نبني دار، نبني عائلة، نكون مستقبلي. الحقيقة هو كسب سريع للمال، ممكن أسهل من أنه يكمل قرايته هو يشوفه، لكن ما هوش باب مضمون، ما هوش حاجة نجم نأسس عليها حياتنا الكل، خاصة وقت اللي نشوفوا التطورات اللي قاعدين نعيشوا فيها. من غير مستوى تعليمي الحقيقة ما نجموش نبنوا أجيال جديدة. على هذاك اليوم باش نفتحوا الملف وباش يكون معنا جانب علم الاجتماع وباش يكون معنا جانب التعليمي. خلينا نشوفوا نظرة شاملة، خلينا نشوفوا الأسباب الحقيقية، الأسباب العميقة اللي تتسبب في تفاقم الظاهرة هذه، وخلينا زاد نشوفوا الحلول باش يكون حاضر معنا زاد التكوين المهني، حتى هو زاد اللي هو جانب مهم. ممكن الحل الأمثل اللي ديما شافتها الدولة التونسية أنه يحل المشكلة هذه ويستقطب الأطفال أو التلاميذ اللي يخرجوا على القراية معنا في سن مبكر. أكيد نتصور الحل هذا مفيد جدا، انه على الاقل نتعلموا صنعه، على الاقل تكون عندنا صنعه في ايدينا ممكن تبني لنا مستقبلنا. باش يكون حاضر معايا بعد الفاصل الدكتور في علم الاجتماع سي فتحي السياري، وباش يكون حاضر معايا القيم العام المتقاعد سي محمد الحاجي، وباش يلتحق بينا في وقت لاحق زاد سي جمال الورفلي مدير مركز التكوين المهني ببنغردان. وباش تكون معنا عبر الهاتف القيمة شعلاء بن طاهر اللي سبق انها خدمت بحث في مستوى الماجستير حول موضوع الانقطاع المبكر عن الدراسة. مستمعي إرادة FM، فاصل صغير ونرجع لكم. بنواجه الفشل بإيمان واليأس بعزيمة، مادام ما بطلناش نحاول ما اسمهاش هزيمة. مش ندمانين على حاجة وده عشان اتعلمنا حاجة، مفيش حاجة ببلاش والدنيا مش ماشية بمزاجك. قادرين نحس بطفى الشمس من ورا الغيوم، قادرين نحس كتافنا بتقوى من شيل الهموم. بنشوف الميزة الواحدة رغم كل عيوب الصورة، قادرين نحمل على العظمة اللي لسه مش مكسورة. وعشان بشر ساعات تضيق نقول شكلها تسدد، تقع طوبة واحنا مجهدين نقول اتهدت. ويدور جوانا صراع هنقدر ولا مش هنقدر، نسيب نفسنا نلاقي أصوات الإحباط بتكتر. نفتكر أول حب وقد إيه اتمسكنا بيه، والوقت اللي ضعف وهم إن الحياة انتهت بعديه. نضحك على قد إيه احنا كنا صغيرين وقتها، قد إيه الحياة كانت سهلة وبرضه قلنا مش قدها.
عندي فينا اكتر لسه فينا حيلنا عندك تيجي فينا ايه يا دنيا ورينا اللي عندك وقفي بينا وبين هدفنا واخر لنا ساعتك هنوصل في الميعاد ونحتفل داخل ملعبك عندي فينا اكتر لسه فينا حيلنا عندك تيجي فينا ايه يا دنيا ورينا اللي عندك وقفي بينا وبين هدفنا واخر لنا ساعتك هنوصل في الميعاد ونحتفل داخل ملعبك ساعات عشان نرتاح بنشاور على الأسوأ مننا لما كل ده يتعدل نبقى نعدل من نفسنا جوانا نص نفسه يريح نص نفسه يكمل نص قادر يواجه نص مش عارف يتحمل نص عايز يفضل يقوى لحد ما يوصل للي عايزه ونص عايز الدنيا تتفصل له على مقاسه نضعف ما نستسلمش نميل ما ننحنيش تشوفنا محبطين تقول انتهوا ما ننتهيش حالفين يطرح طموحنا حتى لو ما كانش الموسم من كل المحذوفين في بير لا يذكر الا يوسف اكبر من رضا بقليل بسبب خوف ورعب عمرنا ما نخاف لما نلاقيش فنرضى ناكل طعم جواك مقومات الفوز لكن محتاج تآمن ان وجودك في حد ذاته دليل على انك قادر ربك الطبيعة او اللي مؤمن بيه عامة ما اوجدكش صدفة والعالم دليل ومثل عندي فينا اكتر لسه فينا حيلنا عندك تيجي فينا ايه يا دنيا ورينا اللي عندك وقفي بينا وبين هدفنا واخر لنا ساعتك هنوصل في الميعاد ونحتفل داخل ملعبك عندي فينا اكتر لسه فينا حيلنا عندك تيجي فينا ايه يا دنيا ورينا اللي عندك وقفي بينا وبين هدفنا واخر لنا ساعتك هنوصل في الميعاد ونحتفل داخل ملعبك آمن يقينا لا مستحيلا لا مستحيلا بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلا ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلا آمن يقينا لا مستحيلا ستصل أعلى من قمم الجبال انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجذ حلمك طوع البنان بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا لا مستحيلا لا مستحيلا بالأمل لا من يقينا لا من يقينا لا مستحيلا ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلا من يقينا لا مستحيلا لا مستحيلا بالأمل كن كريما كالغيوم كن وردا للعطاء اسعى وفرج الهموم لا تنتظر أبدا ثناء مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان نغرس إرادة فام بنجربت تسمع إرادة FM من محمد الرصيدي صوتكم يوصل بالصوت العالي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي إرادة FM رجعنا لكم بعد فاصل قصير
نرحب بضيفي الحاضر معايا توا في البلاتو سيد فتحي سياري اللي هو الدكتور في علم الاجتماع. مرحبا سيد فتحي. وبيك تحية لك رحمة، ومن خلالك تحية لكافة مستمعي راديو إرادة، وتحية كذلك لأخونا عاطف. أكيد. وطبعا تحية لطرح إشكالية وموضوع مهم، يعني عندما نتحدث عن الانقطاع المدرسي والتكوين فنحن نتحدث عن موضوع اللي هو موضوع فيه برشا معناها مسائل اللي هي أساسية وجوهرية. كذلك أنت أعطيت الأرقام اللي هي أرقام معناها مرتفعة فيما يخص الانقطاع المدرسي، وهي ظاهرة أصبحت تمس بشكل كبير وبشكل عميق المجتمع في تونس. رغم في مفارقة أخرى نحن نلاحظ أن الأسرة في تونس ما يعني المصروف والميزانية المخصصة للتربية ارتفعت بشكل كبير. يعني العودة المدرسية وما استعدادات ومعناها برشا مصاريف، دروس خصوصية، وبالرسمي الأرقام راهي مرتفعة جدا فيما يخص ما يتعلق بالميزانية الأسرية المخصصة للأسرة. وكذلك فما مشهد نشوف فيه يوميا من اهتمام كبير من الأسر، من الآباء، من الأمهات بالأطفال ومتابعة كبيرة. وفي مقابل ذلك نجد الأرقام التي هي أرقام مفزعة جدا. يعني عندما نتحدث عن الفئة العمرية، هذه حسب المعهد الوطني للإحصاء، الفئة العمرية بين 6 و 16 سنة يعني توصل نسبة الانقطاع 4.5%. معناها رقم مخيف. وتعرف أن الانقطاع في الفترة المبكرة له انعكاسات، طبعا انعكاسات سلبية. الأسباب هي الأسباب متداخلة، وطبعا تختلف من مجال إلى آخر. فعندما نتحدث عن بعض المجالات، هي مجالات ساعات تكون جاذبة ومجالات تحفز الناس على الانقطاع. يعني عندما نتحدث عن المواقع من الفضاءات والمجال الحدودي، المناطق الحدودية على فكرة، وعلى فكرة لو نشخص وحتى تشخيص في الأرقام الاختلاف من منطقة إلى أخرى، لنجد أنه في المناطق الحدودية ترتفع الانقطاع. والانقطاع كذلك يرتبط بالنوع الاجتماعي. على فكرة الذكور يعني ونتحدث على ولاية مدين ومن خلالها نتحدث على مدينة بن قردان كمثال وكنموذج، أنه الانقطاع ذكوري بامتياز. نعم. في مقابل ذلك على فكرة أصبحنا تو في القسم نتحدث على السنوات النهائية نلقوا يعني الإناث بشكل كبير. حتى في الجامعة في الجامعة أصبحت أقسام. أحيانا نتحدث على بعض التجارب وبعض الأمثلة، أحيانا تلقى مثلا سنة أولى في الجامعة تلقى عدد الذكور محدود جدا. هذا يأكد كون الظاهرة راهي ظاهرة رجالية وظاهرة من الذكورية بامتياز. نتذكر فما طالب في تربية وتعليم في مدنين يحكي لنا على وقتها في خضم مشروع هيك على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يحكي لنا قال القسم متاعي قال احنا 39 طفلة وأنا الذكر الوحيد اللي موجود في القسم. معناها للأمانة ولاية مدنين ياسر ولا هو من غير ولاية مدنين، حتى في ولاية المجاورة مثلا. نعم. هو على فكرة أنا نشوف مشاهدة أنا من خلال التدريس في الجامعة، هذا هو عدد الذكور أصبح محدودا جدا. يعني ما يوصلش، حتى لو نجموا حتى الأقسام الكل ما ينجموش يعملوا قسم. هذا الإشكال، ونجموا نشخصوا به ظاهرة، لأنه هو من خلال هذا المتغير، وهو متغير جوهري وأساسي يبين. في مقابل ذلك على فكرة نلاحظ أن الإناث أكثر ارتباطا وأكثر تألقا وأكثر تميزا وأكثر معناها في الجانب العلاقة مع التعليم. طبعا كما نقولوا ظاهرة ما هيش ولاية العشرية الأخيرة ولا 15 عام الأخيرة. على فكرة في مدينة بن قردان ثم حاجة تنجم تخلينا نفسر الظاهرة. انتشرت الظاهرة وارتفعت الأرقام منذ أواخر التسعينات القرن الماضي وبداية الألفية، عندما خاصة يعني أصبحت، وهنا في إطار البحث عن المصعد الاجتماعي، تراجع الأدوار
المدرسة لم تعد مصدرا اجتماعيا معناها بشكل كبير وبشكل، رغم أنها بالنسبة للمتميزين ما زالت لا يمكن إنكار دور المدرسة. طبعا صحيح فما جملة من المتغيرات، ولكن المدرسة تبقى مدرسة وتبقى مسعدا اجتماعيا. ولكن على المستوى الواقع المعيش نشوف فيه تو يعني أمام وجود متغيرات أخرى متاع ربح السريع ومتاع ظروف اللي أحيانا الأسرة في بعض المناطق تحفز يعني وتكون بشكل غير مباشر مشجعة لأبنائها على القطاع المدرسي، خاصة عندما تكون هنالك معناها منافع مادية. عندما ترتفع المنافع المادية، تعرف الموقع بتاع مدينة بن قردان اللي مربوط بليبيا ومربوط بالتجارة البينية، هذا كله فما فترة من الفترات على فكرة تو في الوضع الراهن له تراجع حتى دور الجانب التجاري كمصعد اجتماعي. باش نبدو موضوعيين امام الاشكاليات التي يعرفها مع بعض. قبل ما ندخلوا ونغوصوا سي الفتحي في الاسباب ونعرف اللي هي ممكن نقولوا اللي هو السبب الرئيسي في بن قردان هو سبب اقتصادي. الفرق ما بين الماضي والحاضر سي الفتحي توا كنت سبقت وقلت اللي معناها ماهيش وليدة اللحظة، ما نحكوش على ظاهرة جديدة، احنا نحكوا على ظاهرة موجودة معناها عندها برشا. الفرق انقطاع الدراسة هذا، الفرق ما بين الماضي والحاضر كيفاش تشوفها سي الفتحي؟ الفرق هو مرتبط خاصة بالأرقام، لأنه صحيح كان موجود انقطاع في بن قردان ولكن وذكوري كما قلنا، ولكن ما كانتش بمثل هذه الأرقام. وكان الانقطاع يعني تو نشوف في الانقطاع حتى من مستويات مبكرة جدا، يعني أحيانا حتى في تجربة الإعدادي ما تكونش موجودة، تجربة السنة 7 أو 8 وكذا، يعني الانقطاع أصبح معناها منتشر انتشار كبير وانتشار معناها كبير برشا في الجانب المجتمعي وفي المجتمع بشكل كبير. طبعا الفئة العمرية يعني كما قلنا أصبحت حتى في السادسة ابتدائي أو كذا تنقطع. هذه من الحاجات اللي خلت أنه ظاهرة كما قلنا تنتشر بشكل كبير وبشكل أساسي وبشكل جوهري. كذلك الفرق ثم حاجة أخرى، الفرق قبل كان ممكن في إطار التجارة البينية، أصبح تو مربوط بحاجة أخرى، مربوط بالهجرة الغير نظامية. هذه من الحاجات المستجدة والحاجات المتغيرات المستجدة. وتعرف أنه في 20 و21 و22 تقريبا وحتى 23 عرفنا أنه عدد كبير جدا من الأطفال اللي انقطعوا عن التعليم ومشوا للهجرة. وهذا باش نطرحوا موضوع بعدين متغير أساسي، لأنه من الحاجات الأساسية والجوهرية أنه راهو التكوين مهم جدا والصنعة مهمة جدا، لأنه الكثير من هؤلاء الأطفال لقوا إشكاليات ولقوا مشاكل كبيرة في الاندماج، خاصة في ظل غياب التكوين بأشكاله المختلفة. وكذلك عندنا نتحدث في السابق راهو مهم جدا الجانب التربوي والجانب نتحدث عن السياسات التربوية. عندنا أمثلة مهمة جدا فيها مزج ما بين التكوين والتعليم. تعرف في ممكن احنا ما خلطناش على التجربة هذه، تجربة التكوين التعليم المهني وكذا، راهو كان التلميذ يكتسب بالإضافة إلى المهارات التربوية يكتسب مهارات في مهن، في إلكترونيك، في حاجات اللي هي في إطار التكوين المهني، اللي التكوين يعني الاختصاص المهني اللي كان موجود ما بين في التعليم، واللي كان يصنع المهارات ويصنع الحرفة لدى الشباب ولدى الأطفال ولدى المتكونين من الحاجات. وكذلك من الإشكاليات التي ممكن عمقت الإشكاليات من القطاع المدرسي هو التكوين. جانب التكوين راهو ما فماش تكافؤ ما بين الجهات والمناطق فيما يتعلق بالتكوين المهني ومدى يوفره التكوين. وتعرف ثم بلايص ما فيهاش تكوين أصلا معناها، وفما مشاكل كبيرة في المجال هذا. راهو مهم جدا وجود لازم تكون عندنا مراهنة نتحدث عن الأسرة على المهارات وعلى التكوين اللي هو راهو أساسي وجوهري جدا. والنجاح في الحياة ما هوش تجارة موازية وما هوش هجرة غير نظامية، بقدر ما هو ينجم يكون في النجاح المدرسي كما ينجم يكون في التكوين المهني اللي هو راهو أساسي وعنصر مهم جدا.
طبعا في الجانب الجوانب المرتبطة بموضوعنا. عندنا مداخلة هاتفية. سامحني سي فتحي، خلينا ناخذ المداخلة الهاتفية ومن بعد نرجع. الو مرحبا. مرحبا مدام، شو احوالك؟ اهلا بكم. اهلا بمدام رحمه وسي فتحي، مرحبا بكم. وبيك، تحيه لك. عايشك. اول حاجه ندرجوا في انقطاع المبكر هذا على الدراسه. قبل نحكي معناها نظام قديم. كانت عندنا اشكاليه البعد، ما كانش عندنا مثلا حتى المعاهد. كانت قبل خلاص كان معاهد في مدني الليسي تكنيك. بن قردان ما كانش، من بعد جي الليسي تكنيك نتاع بن قردان. الجامعات كانت بعيده برشا. حتى الجانب البعدي نتاع المسافات كان عائق من العوائق اللي يخلي معناها حتى التلميذ الباهي خاصه في صنف الانافي قبل كان ينقطع مبكر، فهمتني؟ على خاطر صعوبه التنقل ومع شويه معناها هيك تعقيدات اقتصاديه، يولي معناها البابا يضطر باش يبطل بنته ولا ولده على قرايه. عندك تعريج على كلام نتاع سي فتحي. في الثمانينات مثلا، في الثمانينات كان هنا في الليسي تكنيك كان مرتبط محلاها. كان عندنا قبل نظام ثانوي طويل وثانوي مهني. تعرفي نقروا معناها بعد ما نتعدوا من المدرسه نقروا 3 سنين الاولانيات، الاولى والثانيه والثالثه ثانوي. حتى الطويل، حتى اللي باش يعدوا بعدين الرابعه والخامسه والسادسه بيمشوا للباك، كانوا عندنا تدريب منزلي كل جمعه فيها 2 ساعات. كان بناتي يقروا معناها خياطه ويقروا حلاقه، كان اولاد يقروا بناء، يقروا الكتريسيتي، يقروا حلاقه. وعندنا زاده نظام مهني، هو عباره على تكوين مهني، اما هو يقروه 3 سنين في اطار المعهد نتاعنا. ويتخرج بعدين بالدبلوم نتاعه، والدبلوم هكا يبدا معناه حكومي، وينجم تاخذ الشركات، تنجم تاخذ حتى المؤسسات معناها نتاع الدوله اللي تاتيك معنا، فهمتي؟ ما نعرفش علاش انقطع معناها النظام هكا، بينما كان حتى اللي في ثانوي طويل كي يوصل الرابعه والخامسه وما ينجمش روحه على الاقل اكتسب مهارات معناها من 3 سنين اللي تعدوا هكما. مع تو عاد تطورت الاشياء، وبدي معبر التجدير وبدي الحرقه، وبدي معناها التطور الصغير معناها طول يخط في الشارع طول. كثرت المشاكل وكثرت العراقيل، فهمتني؟ مع عندنا حاجه ان الذكور تغذي في بعضها في قله القرايه. يحكوا لبعضهم ان شنو هو المستقبل، ما ثم حتى شيء، يا تمشي للناس الكل الحرقه يا الناس الكل تمشي. والكارثه ان ثم اولياء يعملوا ترخيص لذريتهم باش يخدموا على ليبيا، وهذه هي كارثه معناها. واحد معناها تحت السن القانوني معناها والرشد، فهمتني؟ ويعمل لها ترخيص. شنو اللي بيلقاه في الخط؟ ما بيلقى حتى شيء، ما بيلقى كان حاجات معناها خارجه على القانون، وحاجات معناها ما تربيش شخصيته، هو ما هوش بالتربيه اخلاقيا. فلذا ثم خلل حتى في النظام نتاع التربيه والتعليم، فهمتني؟ فيها خلل. ما نعرفش التكوين المهني عندهم زاد حاجه شروط في السن نتاع التلميذ، وحتى شروط في مستوى التعليم نتاعه. هو كان باهي، هو راهو قاعد يقرا غادي، فهمتني؟ يجوا كما يقبلوا كم 9 مثلا، هو ما يخلطش باش يوصل ل9. هو كان باهي وصل ل9 راهو بيكمل. ما نعرفش الاشكاليات، والسي فتحي قادر ينجم معناها ان شاء الله. اكيد ربي معكم. فتحي يعطيك الصحه على المداخله. عايشك. طبعا نشكرها على التدخل. طبعا هي اثارت مسائل مهمه وعناصر اساسيه وجوهريه، لانه ممكن الفارق اللي تحدثت عليه انه رغم الوضع الاقتصادي ورغم كذا كان ثم نوع من التضحيه من اجل التعليم ومن اجل التربيه. كذلك في التكوين مهم جدا. يعني انا اكتشفت برشا ناس مهاراتهم وثم شكون مختص في الالكترونيك عن طريق تجربه التدريس المهني اللي كانت موجوده، الاختصاص المهني اللي كان موجود وهو راهو اساسي وجوهري. كذلك تو نعانوا كما قلت راهو لازم يكون عندنا ثقافه كاسره
صحيح المعبر وصحيح الهجرة غير نظامية، ولكن راهو فما حاجات اللي هي أسهل واللي هي أضمن واللي هي حتى نتائجها راهو تنجم تكون نتائج معناها على مستوى الواقع، اللي هي التكوين. وموضوع التكوين في بن قردان على فكرة موضوع هي نقطة استفهام فيما يخص التكوين. أكيد لأنه نعرف فما برشا أسر في بن قردان راهنت على أبنائها سواء إناثا أو ذكورا أنها تمكنهم من تجربة التكوين. ثم شكون اللي مشى للمدنيين، ثم شكون اللي جربها، ثم شكون التطوير. معناها من الحاجات راهي أساسية جدا، ومن أجل طبعا أن تكون عندنا ثقافة التكوين اللي هو راهو أساسي، مش ضروري مش يعني مش المصعد الاجتماعي ما ينجمش يكون المصعد الاجتماعي مرتبط ارتباط وثيق بالتعليم فقط، بقدر ما أنه التكوين ينجم يكون خير مثال وخير خيار من أجل النجاح في هذا المجال. النجاح في الحياة راهو ماهوش مرتبط بمجال دون غيره. أكيد وفما مجالات كما تحدث على التجارة البينية وكذا، هذه راهي تكون عندها نتائج ما هياش معناها مضمونة، وكذلك تنجم يكون الجانب السلبي موجود. أكيد يعني لكي كما قلت راهو عندما ترتبط وزارة التربية في السابق وزارة التربية والتكوين، نعم. طبعا هذا الجانب هذا مهم جدا، يعني أن تكون عندنا قبل كل شيء ثقافة أن الابن نجمه وراء المطبات الضرورية. الذهاب إلى مقاربة الوصول السهل والربح السريع والحاجات الحينية راهي النتائج باش تكون مش مضمونة، والنتائج السلبية ساعات تكون أكثر. أكيد. يعني مهم جدا راهو أن تكون عندنا وطبعا تعرف أنه عندنا تجارب وآبائنا راهم ما قروش وما تعلموش، ولكن أحيانا تلقى فيه مشكون مراهنة حقيقية على التعليم. نعم. التعليم الحقيقي اللي يصنع الذات واللي يخلق الحصانة واللي يخلي كما قلت النجاح في الحياة له طرق ومناهج ووسائل نجم تكون مختلفة، كما نجم التكوين المهني كما تنجم التربية والتعليم. أكيد هو التعليم ما هواش جست انه سبيل انه باش ناخذوا باش نتوظفوا كلنا ولا باش نولوا كلنا. هو المستوى الثقافي والمستوى التعليمي لشبابنا هو اللي باش يحميه من الاغراءات نتاع كل ما هي سلوكيات محفوفه بالمخاطر في مجتمعنا حاليا. لذلك علاش معنا ماذا بينا انه الصغير ما يخرجش عن الدراسة طبعا في سن معناها صغير الحقيقة. دونك احنا التكوين المهني هو حل. خاطر تو السؤال هذه الإشكالية هذه سامحني، الإشكالية عندما نتحدث عن 2026 ومثل هذه الأرقام ونحن نتحدث عن عولمة ونتحدث عن رقمنة ونتحدث عن تحول للمجتمع بمثل هذه الأرقام، يعني ب7.5 من الانقطاع لفئة عمرية تراوح عمرها بين 6 و 16 سنة، هنا يمثل إشكال كبير. إشكال كبير برشا، وخاصة الأسرة. يعني قلت راهي تصرف الغالي والنفيس، يعني الميزانية اللي تصرفها الأسرة على أبنائها من عودة مدرسية، من دروس خصوصية في كل المواد، وفي مقابل ذلك نجد مثل هذه الأرقام. هذا يمثل كما قلت إشكالية كبيرة، استفهام كبيرة. نعم. دونك سي الفتحي خلينا نرحبوا بضيفنا اللي التحق بنا توا حاليا. مرحبا بك سي محمد ناجي، قيم عام متقاعد. مرحبا بك سي محمد الحاجي. سامحني. مرحبا بك. مرحبا سي محمد اللي طبعا يمثل جيل مهم، وكان يعني التربية والتعليم في ذلك الجيل يعني أهمية كبيرة. والمشروع اللي نشوفه فيه تو في المجال إلا نتائج لتلك التجربة المهمة في مجال التربية والتعليم، اللي هو رهان أساسي اللي خلى تونس أنها تكون في هذا المجال متقدمة جدا رغم الأرقام اللي ذكرناها. دونك أكيد سي محمد باش يحكي لنا على حسب خبرته هو وحسب اللي شاهده، ممكن نحكوا شوية على الانقطاع هذا اللي قاعد يصير المبكر، يعني في سن صغيرة لشبابنا والتلاميذنا قاعدين ينقطعوا، خاصة في صفوف الذكور في بن قردان. نشوفوا الأولاد أكثر قاعدين يخرجوا من القراية على بكري. لو كان
تحكي لنا على خاصة في وقت اللي كنت تخدم سي محمد، شنية كانت الأسباب وقتها للانقطاع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي أولا ظاهرة الانقطاع هي ظاهرة نجم نقول خاصة بملح. فماش واحد جاي تحت السيطرة ولا تحت الأمل يقول آخر ما حد ما يسمحش حتى من حد يقول لحد. والمسألة هي مسألة كما قلت لك شخصية ومنعزلة شوية على بعض الحالات، وهي ظاهرة نجم تقول ظاهرة عامة اللي كان ما نقولش كونية خلاص. هذه من ناحية والانقطاع هذا موش من قبيل رفعت يدي ونفسي تشتهي. هذا مكمل بطل خلاص ما عشان حتى الشهر مشت. ايه بالضبط. هذا تصور لان اللي كان فيها مل احنا خاطر الانقطاع بالرسلوه 3 مراسلات مش حتى واحد ولا اثنتين. كان يكسرها ورجع يتلقى 3 مراسلات ولا جواب، لا بالنفي ولا بالاجابه. اذا تولي هنا نفسروها احنا وحدنا، ما نفسروها كانها قناعه بالنسبه له. انا حاولت وقليت وما بينليش مستقبل قدامي في حاجه. انا لست منقطعين حتى باهي في القرآن، مش ديما بالضروره خايبين. وشنو هو السبب وقت اللي يكون هو باهي في القرايه؟ يولي اليأس فادي، يشبه في الناس بطاله ويشبه في الناس ما خدمتش ويشبه في الناس الانتراج عنده دور كبير في الناحيه هذه. اكيد يشبه في ولد عمه وولد خاله وجاره وكل شيء بطاله يقول لي وين ماشي بيه معدل هذا ما نخرجش حتى كان ماهوش خايب خلاص باقي ما نحكوش على اللي معدل طالع خايب. وحاولت انا مثلا نعطي مثال في 37 عام نجحت مره واحده في دار واحد القرآن. التو كان يجي يدخل التو يقول يرجع الفضل بعد الله لهذا الشخص هذا. هو جاري ساعه نعطيه هو كمثال في المحور هذا كله. يجيه مراسلات لكن انا ما نسمعش باباه يمشي في الليل ويجي في الليل والحال الشتاء. شو نهار تلقيت له باباه قلت له انت الطفل راه ما يجيش يقرا. قال لي عجب. قلت له والله لا يوصل يجوك مراسلات. قال لي والله لا نلقى فيهم ولا جتني يومها مراسله نعطي يلقاهم هو خليهم بالله. قال لي راهو قلت له راهو ما يجيش. عجب. قال لي بدنا يخرج. اما غادي ما كنت غادي ما يوصلش. قال لي شله جامد وياها بدا يوصل الوقت ويروح. به هذا كل ما عايش فيه. لكن بعد ذلك قلت له ترى كيفاش؟ قلت له الليله تعالى لي للدار انت وياه. اعطيته درس عاد واعطيته مشهد قبل المشهد. قلت له سيها خرجته باك بتقامز غادي هذاك السوري اللي اعرفك فيه ولا بالتقيه ولا مش عارف الدرجه في كوريك وماكش شيء ها خرجت فيه. ايش بدي اعطيني ايش بتعمل؟ مقدم هيك ويكمل العام ويجي سنه دراسيه يجي الصيف تجي سنه دراسيه جديده وانت دائما منقطع. اسمعني ليلتي اسمعني بالباهي في الاخر. المهم خلاصه قلت له قدوه تعالى غادي انت وباباك وما تجيب لا شهاده طبيه حتى انا نقبلك على حسابي. عاد ترجع تقرا فقط. والله شيء شبه كذب. جاء واعطيته بيي وخش يقرا ولا تربط لي لا ولي ولا شهاده طبيه وهزها على بعضهم. نجح في التاسعه وبالتالي نجح الباك جابها من العام الاول. اسمها الجامعه كملها كامل على بعضها. اولا تو يخدم هو بطال هو حدث خلي لي اجازه في الشريعه. تو هو انا مسؤول في عزيزه قادر الشركه اي المغازه اللي حطيتها شاف على خدامه كل وعنده مستوى لبس حتى شهادته محترمه احلى الاخرين ما شاء الله. معناها الإحاطة تو يقول لي والله كم انك انت رجعت وانا زي ما نكذب عليك والله الوحيد اللي اثرت لي ورجعت اقرا. بحيث في الاخر الاسباب متنوعه. منها الضعف في القرى ومنها اليأس من المستقبل ومنها الامور الضبابيه قدامي يشوفها وحتى الخلطه خايبه. عنده خلطه ودبر على بعضهم ويقول ايش بدي به؟ يقول انت ها الاول هذا مجاز ها مبطل. كان انا مستقل من تو خلينا نخرج من تو. بحيث نلخص الكلام بالنسبه لظاهره الانقطاع 99% منها قناعه.
ما يقول لا ذنب لأي حد ولا يسمى أسباب موضوعية الواحد بيحللها. الناس بطل مشت الشاهية، رفعت الشاهية ما عادش قد يقرأ. هذا رأيي هيك، وهذا اللي وصلت لنا. بقيتش حاجة ناجحة اللي نعتمد لها بتولي كقاعدة. هذا رأيي. دونك سي محمد معناه حدد الأسباب اللي شافها هو، معناه إنه يا إما ضعف الدراسي، يا إما يأس ورؤية ضبابية للمستقبل اللي هما الحقيقة موجودين توا. برشا شباب يقول لك معناه اللي قروا ماتوا كما يقولوا. طبعا خاصة يعني ما ذكره الأستاذ محمد مهم، والأسباب راهي ما نجموش نعطوا سبب واحد، الأسباب راهي متداخلة ومتنوعة. وطبعا أول هذه العناصر هو أنه المدرسة لم تعد، وهذا أشرنا في ذلك من البداية، لم تعد مصعدا اجتماعيا بشكل كبير بأمام خاصة البطالة التي نشهدها لدى عديد الخريجين في الجامعة. طبعا هذا من الأسباب. اجتماعيا تراجع دور المدرسة منها، حتى في المحيط الأسري أحيانا الأسرة تلقى الابن مثلا عنده مداخيل، عنده كذا، ساعات تحفز أنه يمشي للمسار هذاك أمام خاصة تراجع بشكل كبير. كذلك ثم حاجات أخرى اللي هي ما ذكره سي محمد كذلك مهم، أنه الجانب التحفيزي مهم. يعني ثم معطيات نعم داخل، لأنه الانقطاع راه ثم حاجات تقع أحيانا داخل المدرسة تقع يكون أحد أسبابها غياب أو محدودية التحفيز أو إشكالية لم يتم حلها بطريقة تكون موضوعية وبطريقة تراعي، لأنه الطفل في تلك الفترة راهو في مرحلة نمو، قاعد في بناء شخصية وفي كذا. وتعرف أنه كذلك من الأسباب الأساسية هو أنه مجموعة الرفاق راهو لجروب دي بير نعم. وخاصة في هالوقت الراهن تكون سبب من الأسباب أحيانا من أنه تعطي للطفل ولا للشاب أنه المدرسة ما عادش هي المجال. راهو فما المجال بدأ في تجارة، في كذا، في فلوس، في كذا، في فترة عمرية متاع بناء شخصية. هذا باش ينعكس طبعا على شخصيته وعلى قناعته. هنا أنت أعطيت مسألة جوهرية، هنا كيفاش تصنع القناعة، لأنه هو قرار تبنى على قناعة. القناعة هذيك مرتبطة ارتباط كبير بالواقع الاجتماعي وبالمحيط الاجتماعي الموجود فيه ذلك الطفل وذلك الشاب. إذا كان ذلك طبعا ساعات تتغرس فيه قناعة أن المدرسة لم تعد هي المفتاح للمهنة بشكل كبير، لم تعد هي المفتاح متاع الثراء، ما عادش، خاصة أمام وجود مصاعد أخرى. يعني نحن نتذكر في بداية الألفية مثلا 2005 2004 كان مثلا معبر راس جدير والتجارة الموازية كان السيارة والمنزل في 4-5 سنوات يكونوا موجودين ولا حتى أقل، بينما المدرسة تجربة مهنية كبيرة ومعها بعدين بطالة. هذا كله يتبنى من الواقع الاجتماعي ومن يعني وتخلق هنا قناعة أن المدرسة لم تعد مسعدا اجتماعيا، نختار خيار آخر. ونعطيك مثال آخر، الهجرة الغير نظامية، الخيار نتاع أحيانا ثم برشا أسر صرفت على أبنائها أموال من أجل أنه ساعات يكون بشهادة وساعات يكون مازال يقرأ، من أجل أنه يمشي في الخيار هذا، لأنه كما قلنا القناعة تتبنى في الواقع الاجتماعي، قناعة أنه ممكن. وهذا على فكرة خيار ما هوش صحيح وما هوش موضوعي وبعيد كل البعد عن الجوانب الموضوعية، ولكن الواقع الاجتماعي والمحيط الاجتماعي ينجم يبني قناعات مرتبطة بالفضاء وبالتمثلات الاجتماعية. وخاصة خلاصة القول هو أن المدرسة تراجعت أدوارها خاصة فيما يتعلق التشغيل، وهو عنصر جوهري وأساسي. يعني كي يشوف الصغير المحيطين به، باش نعطيك الكلمة، المحيطين به معناها عايشين بطالة، طبعا باش يختاروا خيار يكون متناقض مع المدرسة. تفضل سي محمد. أنا حبيت نقول حاجة واحدة دوينة في بس جوانب، لكن خلينا ناخذ أنتم عنوان الجلسة ربما هذه. أنتم قلتوا ظاهرة الانقطاع استفحلت. طبعا. هل هذا يعني أنا قبل ما هناش
لا موجود. لا موجودة من قبل. لا زمان نحن وحتى قبلنا. لا موجودة. لكن مش ملفت للنظر. نعم. توا زادت ارتفعت برشا. ارتفعت تو. ارتفع هذا احنا نناقش في هذا. هذا هو السؤال بس على الاقل نحددوا قبل الحوار شوي ما خلوش مفتوح هكا. حتى قبل ثم قطاع حتى في عهد باتنا مش في عهد نحن. لأن أحد عهد الجيل اللي قبلنا ثم أما مش ملفت النظر. تو إذا كان تحبوا نحصر الموضوع بس ما نخرجوا منه هو أن لا تستبحر هذا ثم مصلحة أخرى دخلت على الخط. أكيد. هيك هي اللي سي محمد والأسباب تختلف زادة ما بين الفترة القديمة وهذه الفترة والأسباب الحالية. نعم. ونتحدث خاصة الفترة اللي مدخلة بكري بالتليفون أشارت إلى أنه في السابق كانت له صعوبات كبيرة. كان مثلا في بنجردان فما معهد فقط المدارس كانت في ثم بعد معنا والوضع الاقتصادي كان وضع صعب مش كما تو نتحدث عن المفارقة اللي حبينا نطرحها كيفاش الأسرة تصرف ميزانية كبيرة تو على الدروس الخصوصية وعلى بشكل كبير وعلى الميزانية في مقابل ذلك انقطاع مبكر. هذه هي الإشكالية اللي تطرح. ثم قراءات وثم ما يسموه بال نقول احنا المالي في اصحابه ويشبه واحد انقطاع الخلايا وطلعت الدنيا كذا البناء وذا كلب وذا كل تدخل في الاعتبارات. معناها قبل المدرسة هي الوحيدة اللي تأديك تحسنك مستقبلك وتشد. كانت مسعد اجتماعي في كرسي ما شنو في كرسي ما هو يخرج من القرية بس يبدأ وتجري. إذا كان المشكلة الأخرى اللي هي حتى جديرة بالمناخ إذا كان التلميذ أو الطفل جري المال في يديه أراه ما عادش يتلفت الكلب. تو هذا كلهم أنا نتذكر مرة يخبر فيه قيم في البعيد ومطري بيجبد التلميذ كان غالب تو القيم هو نفسه والله لا يكسب فرنك والأستاذ والله لا يكسب القنقوم اللي ظهر هو من كلاسته لا عنده واحد نكون واقعيين ولا المال عنده الفلوس ظهر حل كلاسة تكر لها منها شاي طبي فلوس يغيب 10 15 سنين يمشي طبيب يعطيه شاي ما انت من قد لحد شيء تعطيه يدخل يقرا وكو بحيث المال كان خش في فما ناس واعيه اولياء يعطيهم الصحه ما يعطيهش كان مصروف يرنده يعني نجم يردم بالفلوس لكن ما يعطيه كان مصروف صح. ولكن هذا صعب منه مره واحده ما عادش يرجع تاني كان زاد الفلوس انتهى ما عادش عندك مستقنع عشان كمل كل شيء اللي بتقولي انت بتقوله لي انا فاهم انا عارف باراسيكمون تو عندي جيبي معي بالفلوس هذا تحكي لي انت هذا وين تبغي لي لما تنقل في الجامعه ويسمع زي بالجامعه وما عاد يوصل كان بعيد غادي بحيث مشكل اشكال كبير ياسر والواقع فيه نسبه كبيره من القناعات. انا مانيش انقطعت القضيه مانيش موفق انا واعي مقتنع تماما الاقتناع ان الطريق نتاع القرايه مش موصلنا اذا لازم يشار في ايار ما حاجه اخرى هذا هو اختصاره. لان هي قضيه مش قضيه علميه ولا طبعا مش علوم صحيحه طبعا اكيد مش علوم صحيحه اجتهادات نحللوا في الواقع في الوضع احنا حسب من تبقى تحليلات نسبيه وقراءه ماشي قاعده صحيحه ان هذا يؤدي الى الانقطاع طبعا والامثله متنوعه قلت لك حتى في باهي بقرايه مقطع وما اشرت اليه طبعا مهم ولكن له احنا نحب المدرسه تسترجع المكانة وتكون المدرسة هي لأن تخلق الحصانة وتخلق الذات اللي تكون لأنه تشوف الظواهر اللي أصبحت منتشرة في المجتمع أحد أسبابها أنه الانقطاع المبكر أحد أسبابها المال في فترة عمرية مبكرة أحد أسبابها يعني فما خلل في أنه لأنه الذات والشخصية بتاع الإنسان إذا لم تمر بشكل طبيعي وبشكل معناها موضوعي وإذا لم ترى برشا صعوبات وبرشا عراقيل وتتغلب عليها بموضوعية وبحاجات فيها جانب عقلي راه الحصانة تكون موجودة والمجتمع يكون فيه ظواهر أما مش بمثل هذا الانتشار لأنه المجتمع انتشرت فيه الظواهر الاجتماعية بشكل كبير لأنه أول حاجة تراجعت معناها انتشرت ظاهرة الانقطاع وكذلك المال طغى في المجتمع بشكل كبير طبعا لأنه فتحي معنا الأخت شعلاء بن طاهر اللي هي قايمة
توا يقول لي زميلي عاطف اللي التحقت بنا عبر الهاتف سي محمد تنجم تلبس الكاسك باش تسمعها معانا. ها وينها؟ باش نرحبوا بها. الو مرحبا. مرحبا اختي. عسلامة مدام شعلة، شحوالك؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. مرحبا بك. دونك مدام شعلة بن طاهر اللي هي قايمة في معهد بجربة. قمتي ببحث في الماجستير حول هذا الانقطاع المبكر عن الدراسة في مدينة بن قردان. على ذاك حبينا ناخذ منك معناه المخرجات الزبدة متاع البحث متاعك، خاطر قاعدين نحكوا توا في البلاتو على الأسباب، قاعدين نحاولوا نحللوا. معايا سي الفتحي السياري اللي هو دكتور في علم الاجتماع، ومعايا سي محمد الحاج اللي هو قائم عام متقاعد. قاعدين نحاولوا أن نحللوا الظاهرة من ناحية اجتماعية ومن ناحية تجربة في التعليم. دونك ماذا بينا تشاركينا بالمخرجات متاع البحث متاعك؟ يعيشك اختي، رحب بالضيوف اللي معاك وقدم تحيه للزميل فتحي السياري. مرحبا بك. تحيه ليك. الضيوف. تحيه ليك. يعيشك. يعيشك. اختمت ماستر على ظاهرة الانقطاع الدراسي بالمدارس الإعدادية بمدينة بن قردان. ظاهرة الانقطاع هي ظاهرة شاملة، معناتها تستهدف جميع المجتمعات حتى وإن كان ذلك بدرجة متفاوتة. فهي ليست ظاهرة عشوائية معناتها، بل مسار يمكن فهمه والتنبؤ فيه. فهي معناتها ماهيش حدث فجئي وقدر محتوم، بل ظاهرة متحولة متكررة هكا، أي ظاهرة اجتماعية. فالتلميذ يغادر مقاعد الدراسة سواء إراديا أو قسريا نتيجة أسباب، يعني مش يعني ثم أسباب تخلي التلميذ يغادر مقاعد الدراسة، اللي هي الأسباب هذه مختلفة. هناك أسباب تعليمية بيداغوجية يعني داخل الإطار المدرسي. من بين هذه الأسباب نجد مثال تدني التحصيل الدراسي، وبالتالي الرسوب المتكرر، صعوبة التوافق مع النظام الدراسي، البرامج التعليمية يصبح التلميذ غير قادر نظرا لطول البرامج، كذلك اعتماد منهج التلقين في بعض المواد، وبالتالي يشعر التلميذ بالملل ويعتبر هذه المعارف يعني لا تعود إليه بفائدة في حياته اليومية. فهي معلومات نظرية لا يستفاد منها في واقعه اليومي أو بيئته الحياتية، وبالتالي يشعر التلميذ بالنفور والملل من هذه البرامج، فيلتجئ إلى التغيب المتكرر، ضعف التحصيل الدراسي، كلها أسباب تؤدي به إلى الهدر المدرسي. وكذلك الزمن المدرسي، طول ساعات الدراسة لدى التلميذ اليوم، يصل التلميذ إلى حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم. كذلك نظام التأديب، يعني سواء في العقوبات، الخوف من العقوبات، الرسوب المتكرر، كلها عوامل تدفع بالتلميذ إلى مغادرة مقاعد الدراسة. هذه أبرز الأسباب التعليمية. وكذلك هناك أسباب يعني تعود إلى العائلة، كذلك أسباب اقتصادية، أسباب جغرافية. أسباب اقتصادية مثال الفقر المادي، عدم قدرة الولي اليوم على توفير لوازم الدراسة نظرا لارتفاع المشط مثلا للدروس الخصوصية. كذلك ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية تجعل الولي عاجز على توفير هذه المستلزمات، وبالتالي التلميذ ينجر إلى انقطاع بعض التلاميذ في بعض الأسر يعني. هناك زاد البعد الجغرافي، هناك في بعض المناطق في الريفية هي سبب معناتها تسبب صعوبة في تنقل التلميذ، وبالتالي تزداد غيابات التلميذ والتأخيرات، وكذلك عوامل التحفيز كلها تساهم في انقطاعه.
هناك زاد عوامل ثقافية، ضعف وعي الأولياء بأهمية التعليم والظروف العائلية، كذلك التمسك أسري، هناك تفكك أسري في بعض العائلات، عدم الوعي بأهمية التعليم، كلها عوامل تؤدي إلى ضعف المردود الدراسي، وبالتالي الهدر المدرسي وانقطاع التلميذ عن الدراسة. وكذلك وهناك زاد أيضا الخصوصية المنطقة، باعتبار أن منطقة بنجران منطقة تجارية، فتعتبر التجارة أو الاقتصاد غير المنظم من أبرز أسباب الانقطاع. يعني يستقطب وظف الشباب. أغلب الشباب يعني يشتغل يلتجئ إلى العمل المبكر في التجارة الموازية، وبالتالي يدخل إلى السوق الشغل في فترة مبكرة. لذلك يفضل هنا الربح المادي الفوري والمستدام على مواصلة التعليم، حيث ينظر إلى التعليم كاستثمار فاشل لا يضمن وظيفة مثل مقارنة يعني المسالك الأخرى. وكذلك نظرة الولي والتلميذ بصفة عامة إلى الشهائد العلمية، يعني التعليم بصفة عامة لما تعد الشهائد العلمية تعود بفائدة حسب رأيه. معناتها نرى مثال كثرة البطالة من حامل الشهادة العليا، يصبح التلميذ ينظر إلى الشهادة العلمية كفائدة اقتصادية، والولي كذلك. كلها أسباب تدعو إلى التلميذ إلى المغادرة، إلى الانقطاع والهدر وتسرب الهدر في عام. شو آخر؟ يعني هذه وكذلك تفضلي. وكذلك وسائل الاتصال الحديثة اليوم لها دور متوج في قطاع الاستخدام المفرط وغير الموجه، مثال لمنصات التواصل الاجتماعي، كلها مصادر يعني تساهم في تشتت وضعف التركيز، وبالتالي تراجع التحصيل الدراسي يعني، وبالتالي يؤدي به إلى الانسحاب من العملية التعليمية. كما تساهم هذه الوسائل في تأثير الأصدقاء مثلا المنقطعين عبر شبكات التواصل عبر الانقطاع. وبالتالي يعني تزداد نسبة الانقطاع داخل الوسط المدرسي وداخل المنطقة بصفة عامة. من هذه أبرز الأسباب يعني. واضح هذه الأسباب اللي هي تقريبا حتى الزملاء في الاستوديو هما اتفقوا فيها معك، معناتها كانوا يحكوا نفس الأسباب، لكن هل هناك حلول وقائية؟ هل حسب رأيك أنت شنو الحلول أو السبل اللي يلزمنا نحاولوا أن نتبعوها باش نحاولوا أن نحموا الصغيرات من الظاهرة هذه؟ أكيد أنها حلول، ولو أنها مش حلول جذرية ولكنها تبقى سبل معالجة. مثال تبني طرق تدريس حديثة، مثال اعتماد أنشطة تفاعلية ومبتكرة تقلل من الملل وتجذب التلميذ، يعني البرامج التعليمية بعد شوية عطاطين. توعية الوالي بأهمية التعليم والقيمة متاعه لأنها تراجع في أذهان الابتعاد عن المنفعة الاقتصادية للدراسة، معناتها ما نحصروش القراية كان في المنفعة الاقتصادية. تنظيم مثل دعم للتلامذة اللي معناتها يعانوا من صعوبات في التعلم، توجيه تلامذة معناتها اللي ما ينجموش يسايروا تعليم، نوجهوا إلى تعليم المهني مثال بشكل مبكر. إعادة الإدماج مثل إحداث مدارس متخصصة مثل مدرسة الفرصة الثانية لإعادة تأهيل المقاطعين، الدعم المادي لبعض الأسر اللي تعاني من الفقر، مساندة بعض العائلات اللي تعاني من تفكك أسري، ربط التكوين المهني بسوق الشغل، كلها تبقى حلول جذرية، مش جذرية أما تبقى حلول. نعم. يعطيك الصحة مدام شعلة. دونك مشكورة على المداخلة نتاعك ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك المهنية، ونشكرك مرة أخرى على الحضور. إذن نتفق دائما في الأسباب تقريبا واضحة وجلية
الجميع. طبعا واضحة، والدراسات الميدانية تثبت نعم. تثبت طبعا. وفي كما قلنا الانقطاع خاصة في المناطق الحدودية، وبن قيدان كمثال وكنموذج له خصوصياته ومرتبط ارتباط كبير، لأنه كما قلت خاصة راهو باش نبي واضحين. الانقطاع البطالة بتاع أصحاب الشهادات راهي بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر عن صورة المدرسة وعن تمثل المدرسة. والطفل راهو كيما يشوف مثلا أقاربه ناس ساعات محيطه ومست الشعاب الكل. توا نتذكر قبل الشعاب اللي فيها توا بأرقام كبيرة بتاع بطالة. يعني هذا طب بطالة مهندسين بطالة ولكن راهو مهم جدا ما أشارت إليه التكوين المهني، راهو مهم طبعاً. يعني أهمية التكوين المهني ضروري جدا. راهو في تمثل أسرنا وفي عائلاتنا وفي محيطنا الاجتماعي، راهو التكوين كما كان معناها قبل المهني كما أشرنا التدريس في النظام التعليمي راهو مهم جدا. ومثل ما أشارت يعني المداخلة راهو مهم جدا أن نعيد النظر في البرامج التربوية والزمان المدرسي والحاجات اللي هي لازمها تواكب التحول والتحولات، لأنه توا ما عندها تو سنوات ما تمش النظر في هذا الموضوع اللي هو. وكذلك إيجاد علاقة وثيقة ما بين التكوين المهني والتربية مهم جدا. لما لا تكون هنالك حتى المنقطعين ولا اللي تكون عندهم صعوبات وكذا، إيجاد آلية لأنهم يكونوا وحاجة رابط يمشوا للتكوين بشكل مش اختياري، بقدر ما أنه تكون حاجة منظمة تجمع ما بين زوز وزارات. وزارة التربية والتعليم طبعا والتكوين المهني والتشغيل راهم وجهان لعملة واحدة. مهم جدا. راهم مهم جدا إيجاد، لأنه أحيانا إذا لم يبادر الولي بالحاجات هذه راهو وكما قلت أهمية التكوين مهم جدا. قبل نظام التعليم في تونس فيما سبق كان ينجم يخرج كما قلت من المهني اللي كان موجود وكذا، كان ثم مهارات تم تكتسب في البناء في الإلكترونيك في غيرها. حاجات راهي مهمة جدا. وتعرف سي فتحي باش نقص عليك عندنا مداخلة هاتفية ونواصل. الو سي محمد. هاتين اخت رحمة. اهلا مرحبا بك مدام. بيك عايشك والله برنامجكم اليوم مهم برشا. مرحبا بك. بيك عايشك اختي والله اليوم حتى نتفاعلت معاكم واليوم حتى عكس شوي المدام شوي. تفضلي. خاطر اليوم خاصة نقول لك يا اخت رحمة علاش كثرت نسبة البطالة. اي راه نقولها انا تو على برايي وانتم حتى اللي تيت وعنده واحد عنده 4 صغار 5 صغار انا مجربه معناه. شوفي اللي تيت بابا عامل يومي والصغير يخدم سبحان الله راهي ثم يقول لك انا بشهادته ومبطل قلتهم بكر معناه بحق راه ثم اللي تو فوق 30 عام وهو بشهادته ومقعمز. صحيح. ايه هيك علاش حتى الناس تشجع يخدم معنا تجاره ولا يقول لك هي خليه يمشي يخدم، خاصه الطفل والطفل تخدم ساعات تكوين تقرا تكوين هيك معناها انا تتعلم خياطه تتعلم حلول ولا حاجه هيك علاش في اسباب هذه راه.
أسباب اقتصادية يعني أكثر حاجة. نعم أسباب اقتصادية يعني حسب رأيك؟ إيه بالحق أنا توهني عندي واحدة في التزيام والأخرى في التاسعة. بصراحة قلت لها بنت قريتها الشهور الأول بطلتها بنت التاسعة قلت لها عمل على روحك باباك ما عندهاش وأنا خدامة تعاونت معاه والأخرى ليبر ب70 ودي قبل بابا معناها سبحان الله ما عندهاش شهرية معناها ولا هذه اللي دخلنا عليها معناها دخلت معاكم وانتم عاد وضحوا اكيد. هو ريتي يا اختي عايشه باش يكون معنا حتى شويه اخر ان شاء الله مدير التكوين المهني ببنقردان اللي باش نفهموا منها اكثر وضعيه التكوين المهني اللي نجموا مثلا بناتك معناها خاطر هو التكوين المهني هو مجاني وهو حاجه حكوميه دونك هي تكون معناها بلاصه امنه وممكن تحمي صغيرات اللي ما نجموش صحيح. خير ما يقعد معنا في الدار معناها يخدم هنا يتعلم حاجه ويخدم الصنعه نتاعها معناها مكان فيها ولا حاجه اخرى معناها خدمه علاش راه مش امور معناها لما يوجعك الصغير ما يوصلش راه يوجع طبعا اكيد. انا مجربتها يوجع بصراحه. اكيد ما هناك ليتيت بديت تو ليتيت حتى الصغير يقرا في زوج ليتيت توني بنويتي ما قلتش بقريهم بنكذب على روحي 4 صغار نخلي ليتيت واحد 100 واحد 90 واحد وبيقبل البشر بنادم هاكي خدمته عامل يومي راه هذه بصراحه فيها نقاش معناها هذه بصراحه ياسر. هو يقري وزيد باقي يقري ليتيت والعباد هاي تشوفها بحالتها معناها سبحان الله هو شوف روحه هو من شهريته وشوف حنين على المسلمين. هذه راه فيها روي وفيها مشكل معناها لازم يكفوا فيه شويه راك علاش راه وني هذا المعرف نتاعي وني هذا راني بصراحه بغش بقولتها راهي بصراحه توجع معناها الصغير يبطل توجع. طبعا اكيد ما احنا هو النقاش الكل على ان الموضوع هذا ما لازمنا نبعد عليه ان الصغار انهم يخرجوا من القرايه في عمر صغير. الحقيقه شنو هو المستقبل معناها حتى لو كان ما خدموش لكن المستوى الثقافي زاد حتى هو راهو ينجم يكون سبب في انك مستقبل الصغير نهار اخر حتى كي يكون الصغير قاري على الاقل. رحمه بالقصه عليه انا نشوف روحي معناها ما وصلتش تحس بوجيعه معناها تجي صغيرك باقي ما كملش توجعك معناها الحاجات اللي بصراحه وين بيقبل البشر ياسر ماذا بين يخففوا شويه اللي تيترا واللي تيت البلاد راهي ما عادش عارفه وين تقبل بدات حكم الناس تبطل الناس راهي عامل يوم تبطل صغير تقول لك من بالقريني تو اللي عندها 4 عندها 3 ولا وربي يعاون ان شاء الله وربي يعاونكم هذا سمعت معكم ان شاء الله ربي يعاونك يا اختي عايشه ويعطيك الصحه على المداخله واكيد باش يتفاعلوا معاك الضيوف. باهي اختي انا معاهم نسمعهم قدم تحيه كلها يعيشك مرحبا بك. دونك انا نشوفوا معناها من ارض الواقع معناها التجربه انه الحاله الاقتصاديه اللي هو سبب معناها ينجم يكون الفقر المادي خاصه توا معناها الدروس الخصوصيه اللي اصبحت في قل اخر للاسره. نعم. سي فتحي خلي التفاعل مع الواحد عندنا مداخله اخرى هاتفيه وخلينا نعلقوا عليهم مع بعضهم. الو تحياتي مرحبا بك. تحيه ليك ولضيوفك الكرام وجميع المستمعين. يعيشك مرحبا بك خويا شو احوالك لاباس؟ والله نعم اموركم باهيه لاباس الحمد لله مرحبا وبيك اكثر ان شاء الله. شنو تفاعلك معنا اليوم في الموضوع؟ شنو تفاعلك معنا اليوم؟ تفاعلنا الموضوع هذا الناس كل ماسه الحمد لله. اي للاسف الناس كل ماسه واللي ما قطع على صغير انقطعوا له زوز واللي ما قطع علاش مازال ينظر في المستقبل ان عام ولا 2 بيش يوصل 9 ولا الاولى ثاني ويقول السلام عليكم. وهي الظروف المحيطه بنا كامله سواء البابا ولا الصغار ولا الام ظروف قاسيه كلها مع الاسف. ما ثماش الرحمه كما ربي سبحانه وتعالى. لا الاطار التعليمي معنا ما نقودوش الناس رانا نحكوا في الاطار ديما ثم ناس كذا وناس كذا ما نعموش الاطار التعليمي. ثم جزء منها مع الاسف يشبح في خدمته كان فلوس اعتبارا سامحيني في العباره وسامحوني الناس الكل اعتبارا معهم خدمه هكي ناحي منها اكثر فلوس ما يشبحش فيها ان امانه بين يديه الصغيرات راهو يلزم يحافظ عليهم ويلزم يوصل لهم امانتهم اللي هو خذاها على ناس اخرى وكانت في ظروف اعز من تو اسهل من تو. على اساس تو البابا ما عادش عارفوني قبل كما قالت الاخت اللي قبلي بارك الله فيها اللي تيت معناها قبل ما هناش والناس الكل الحمد لله ناجحه وكلها خيرات ربي ويوصل باذن الله. تو اللي تيت معناها استاذ واثنين وثلاثه وان شاء الله يتلاقوا ولحد. واذا كان يبطل شهر قبل الامتحانات يقول له واذا كرهه تاح في البرنامج التعليمي لازمك تدعم بكذا كذا
تكون معناها ثم ناس عندها لا فكره وناس لا ولا اعلم. احنا مشكلتنا ان ربطنا التعليم ربطنا التعليم بامور المعيشه والوظيفه وكذا. هذه راهي فيها جانب ايجابي، متهمين اي انسان عنده طموح بيقرا وبيتوظف وبيوصل يوم من الايام. اكيد. لكن ثم جانب كبير ياسر لما ناس فايقه بيه وناس مع الاسف غافله عليه ومعناها حتى تزاهدت اللي هو التعليم. الانسان كي يتعلم يقول رب سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. والعلم فيها علوم برشا، علوم الشرعي والعلوم كذا 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 ما نقولوا. لكن الانسان اذا كان يطور روحه في العلم، التاسعه تو حاليا قبل التاسعه كانت ما نقولوا زي تو البكالوريا. كي يجيب التاسعه قبل اعتبارها باكتو لان تدنى التعليم زي هابط لط. احنا تو التاسعه ولا اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي ما عاد عنده حتى قيمه تقدم ولا يوخر معنا في المجتمع ما عاد عنده قدر ما يريد حتى للكونكورات الامن وغيرها من الباك وبرا غاد. احنا يلزمنا حتى الصغيرات مثلا كي نهدرزوا معاهم ولا بنعطوهم نصايح ولا كذا والناس المختصه كما الاخويان اللي بحذاك وكذا راني يلزمنا الصغير توصل له معلومه ان راهو العلم مش وظيفه، الوظيفه وقسمك راهو على الله يوم ما بيجي الله اعلم انا ودومانه بتمشي له. لكن العلم نور والعلم يفتح بشر مخه شنو هو معناه يعطيه حتى في المجتمع هنيك ندخل اداره باش نعمر ورقه ما خير نعمرها روحي ونتلفت يمين يسار نلقاش حد نعرفه يعمر لي ورقه. احنا تو انا واحد من الناس ما نكذبش لك معنا المستوى التعليمي الحمد لله مش كبير ممكن يا جماعه. لكن مع الاسف كي نوصل ثم ورقات والله ما نجم نعملهم قدام ربي لان احنا تو برشا ورق معنا ولا فرنسي وغيره. وماشي معنا تسعى بالامور اكثر. احنا تو الشباب يوصل في التاسعه ولا ثانوي ولا ثانيه ثانوي قسما بالله واحد ورقه اللي يعمرها واسمه بالفرنسيه اللي يكتبه اللي قبل يوصل في سادس ابتدائي واللي نابغه تبارك الله من غير يدين من غير حد شيء. ولكن تو مع الاسف وصلنا ذرنا ان الوظيفه هي راس المال والقراءه هي راس المال. يا اخوي القراءه غير ثقف روحك غير وعي روحك غير كي يعطيك ربي كي تمشي لبلاد اخرى ولا تمشي لمجتمعات غير تلقى كي تتصرف يعطيك ربي الحكمه هذا كله فضل والقسم هكا راه على الله. اكيد. اما باش ننظروا للشهاده العلميه هاي الناس بطاله وراكده وكذا كذا انا كما نجموش ننظر لان يسير فيها ربي سبحانه وتعالى. واكبر غلطه في بن قردان ان قعدنا معلقين هذا شو اسمه معبر راس الدير اكبر كارثه. معبر راس الدير نسبه 90% لان احنا حاجتنا بالكسب السريع والسهل. كي يخطف كريبته ولا يحط باسبوره في جيبه يمشي لي بيجيب 200 دينار يحطهم عندي واللي يبيع. لكن نهار في ينتهي الباسبور يلقى روحه فارس ما يكسب شيء. كان عمل مزيره وتباع باسبوره واحد. احنا مشكلتنا تو المختصين الاجتماعيين هذا باش ينصحوا الصغار هو ممكن عندهم العلم هذا ممكن عاملينه بارك الله فيهم. لكن يلزمنا ناثروا في الصغار ان راهو العلم واجب عليهم انهم يتعلموا انهم نهار اخر يلقوا. انا تو ما نكتبش لك كان عندي 5 صغيرات اذا كان مش هم معناها الحمد لله واصل درجه علميه من القرايه باش تقريهم قسما بالله برشا مواد لا عاد نجم نقرا. صحيح. لان المستوى التعليمي مع الاسف متدني. خاطر نهار اخر باش يصير صغيرات وبيعاشرنا صغر يلزم يكون عنده درجه من العلم والاقسام والوظيفه هذاك يحكم فيها الله سبحانه وتعالى ما تدخلوش فيها. اكيد. وسامحني بتاع التدخل وطولت عليكم بارك الله فيكم. لا بالعكس نشكرك على المداخله القيمه يعطيك الصحه سيساسي ونشكرك زاد على وعيك للامانه. ان شاء الله والله ثم كلمه قالتها الاخت ابو قدامه قبلي بارك الله فيها. والله الانسان كي ينقطع معنا واحد من الصغار على القرايه كي نقول لك سامحني في العباره قسما بالله يبكي بدموع الدم. انا عندي وليد عمره تو يقارب 16 17 عام خرج من التاسعه وحطيته في تكوين الحمد لله يقرا. ماذا بيا ما يسيبش في القرايه. والله نهار اللي قال لي راني باش نبطل ومعناه ورجعت مرتين ثلاثه وكذا وصرت معناها كي نقول لك واحد يبكي بدموع الدم يبكي بدموع الدم معناها تعبير مجازي الانسان. خاطر انا ذقت انسان ينقطع القرايه مبكرا راهو يعاني ويعلم بك ربي. ولكن يا ريت الصغار كلها تفيق ان ما تنقطعش على الدراسه وربي يجيب الصواب ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه سيساسي ومشكور على المداخله نتاعك. بارك الله فيكم. يعطيك يعيشك. دونك مستمعينا الكرام نخرجوا فاصل قصير باش نستقبلوا ضيفنا اللي هو مدير مركز التكوين المهني ببن قردان سي جمال الورفلي. فاصل قصير ونرجع لكم. ستصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجذ حلمك طوع البنات. فبادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا. لا مستحيلا
عندك غرام بالميكرو، تحب على مساحة تمارس فيها غرامك بالتنشيط. إرادة فم تعطيك فرصة باش تنضم لفريقها، تكون مشارك في الإعداد، التنشيط، تنسيق، صياغة الأخبار. ابعث لنا SMS على الرقم 55 30 40 20 أو على الصفحة الرسمية لراديو إرادة فم. قلب المجتمع، قلب المجتمع، من تفاصيل الناس. نفتح نوافذ جديدة كل يوم. نوافذ اجتماعية، برنامج يقربكم من الواقع، يأتيكم كل سبت على موجات إذاعة إرادة FM. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعي إرادة FM. رجعنا لكم بعد فاصل قصير. الفاصل هذا اللي خرجناه باش نستقبلوا ضيفنا الثالث اللي باش نرحبوا به توا اليوم، مدير مركز التكوين المهني ببنغردان، سي جمال الورفلي. مرحبا بك سي جمال. على الدعوة، شكرا على الاستضافة. يعيشك سي جمال، مرحبا بك وشكرا أنت على تلبية الدعوة وعلى الحضور معنا. أكيد باش ندخلوا معك أكثر في التفاصيل مركز التكوين المهني في بنغردان حاليا، باش نخلي الناس تفهم الوضع الحالي للمركز، على خاطر برشا عباد معنا ملي تنقل المقر متاعه فما اللي مش في باله ما عادش فما تكوين مهني اصلا، وكثرت عليه الاقاويل. والمعلومه الصحيحه اكيد باش ناخذوها من سيادتك. قبل هذا جست كانوا عندنا مداخلات هاتفيه مع مواطنين، خلينا يعلقوا عليهم سي الفتحي وسي محمد، ونرجعوا باش نحكوا شويه على مركز التكوين المهني ببنغردان. سي الفتحي الميكرو ليك. طبعا نشكر المداخلين اللي طرحوا مسائل مهمه ومسائل اساسيه في تحليل الموضوع اللي نقولوه، موضوع يعني الانقطاع المدرسي وكذلك التكوين مهم جدا. يعني اهتمام الاسره كما قلت طبعاً بالمجال والصعوبات اللي تجدها في العلاقة بالتربية والتعليم، ولكن حبيت نعطي أهمية اللي كونه تشوف أنه نعطوا أهمية كبيرة للدروس الخصوصية بشكل كبير برشا، وما تصريفه الميزانية نتاع الأسرة اللي ماشية للدروس الخصوصية، وأحيانا بطريقة عشوائية، طريقة يعني فيها شوية معناها. مهم جدا أن نعطي للتكوين أهمية، يعني أكيد. مهم جدا. أحيانا عندما نشوف ابني أنه نتائجه الدراسية مثلا ما هياش معناها متفوق بشكل كبير، ولا يمكن إدماجه في التكوين، راهو التكوين المهني من بين الخيارات الأساسية اللي تخليه على الأقل تكون عنده حرفة وتكون عنده مهنة اللي باش تساعده في المستقبل، معناها في أنه يكون عنده مشروع، عنده برنامج يكون بعيد شوية على الجوانب المربوطة كما التجارة اللي تعرف اللي هي التجارة خاصة البينية، اللي ترتبط بحاجات خارج عن إرادة تعرف الوضع تاع معبر راس جديد تقريبا ثم عامين والوضع ماهوش بشكل طبيعي. يعني مهم جدا أنه راهن على التعليم، على التكوين اللي هو راهو أساسي وجوهري جدا في اكتساب حرفة اللي يخلي والأسر مهم جدا أني ابني كما قلت نشوف انه ما ينجمش يكون ناجح في دراسته، اني نوجهه للتكوين اللي هو طبعا اساسي وحاجه اساسيه وجوهريه جدا. حتى في الهجره تعرف انه الحرفه والمهنه راهي اساسيه مهمه باش يلقى خدمه. طبعا اكيد ما نشجعوش هو على الهجره الغير نظاميه، لكن نعرف على الهجره المنظمه. نعم احيانا راهو للاسف حتى غير نظاميه سي فتحي هو راهو ما نشجعوش عليه، لكن يا اخي على الاقل تكون عندك حرفه في ايديك، ما تمشيش تطيش في الشارع. للامانه راهو فما شباب قاعد يتلوح في الشارع معناها. وعندنا برشا امثله تو في بنغردان ولا غيرها اللي عنده حرفه اموره ما شاء الله. يعني هذه الحرفه راهي حاجه اساسيه اكيد كيما وفي تمثلاتنا لازمنا كذلك. الذبح السريع والوصول السريع راهو ما يعطيش نتائج، راهو ما يعطيش حاجات ما يعطيش حاجات معنا طويله المدى. هي حاله نجاح لحظي، متعه لحظيه، ومن بعد نلقوا روحنا معناه في مقابل وضع كما قاعدين نشوفوا فيه توا. التجار كلها تعاني، التجار كلها خدمتها حابسه في بنغردان. دونك ما هوش الحل. نرجع معاك سي جمال، لو كان تعطينا فكره عامه على مركز التكوين المهني حاليا في بنغردان، شنو هو الوضع؟ بارك الله فيكم. جدد شكري لاهتمامكم بقطاع التكوين اللي هو في الواقع
مش جديد. برشا مرات نتناولوه مع بعضنا وتتناولوه انتوما. جد لك شكري بإرادة على الاستضافة وعلى يعيشك. بالنسبة للواقع بتاع مركز التكوين المهني بنجردان، هو مشروع في إعادة هيكلة. احنا توا نخدموا في بلاصة ماهيش اللي بتاعنا، ماهيش في البلاصة الرسمية. البلاصة الرسمية إن شاء الله باش تحافظ عليها في نفس المكان، باش تصير إعادة هيكلة ولو أنها تعطلت لعدة أسباب. ثم بعض أسباب يطول شرحها. المركز التكوين اللي باش يحدث، باش يعمل قفزة نوعية في التكوين المهني في الجهة في الجنوب، لأنه باش يشتمل على العديد الاختصاصات. بالطبيعة الاختصاصات اللي كانت موجودة، وباش يزيد عليها مستويات أخرى، منهم مستوى BTS مؤهل التقني السامي في الآلية والإعلامية الصناعية. كما قلت لكم تعطل إن شاء الله ما عادش يزيد يتعطل ياسر. تعطلت لعدة أسباب مانيش باش ندخل في التفاصيل. من جملتها ثم حتى بعض المغالطات اللي صارت من أبناء الجهة، وهذا للأسف. وما يؤسفني إنهم يتصوروا رواحهم إنهم عملوا الباهي البنجردان بتعطيل المركز بعلة عديد التعلات منها. أنا نقول لهم اللي يفتخروا بالتعلات هذيك، أنا نقول لهم يلزمكم تحسوا إنكم مركز التكوين المهني عطلتوه 3 و4 سنين و5 سنين. وأمر الموضوع هذا مش باش نرجع له. احنا تو حاليا نأمنوا في مركب في كهرباء البناء، ونأمنوا في مؤهل التقني مهني في التقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية. عندنا مستوى تخرج CAP ومستوى تخرج BTP. وبالطبيعة نأمنوا التدريب المهني بكافة أنواعه، ونأمنوا لتست بروفيسيونال شهادة كفاءة مهنية نقوموا بها على أحسن وجه. اللي نحب نقولوه معنا احنا تو حاليا نأمنوا في مركب في كهرباء البناء، وليدات يجونا بحذنا يعملوا ويخرجوا ياخذوا شهادة كفاءة مهنية، وبعدين يمشي يواصلوا في مراكز الجهة أو يحبوا هم في مستوى اللي بعده هو BTP. نعم. بالنسبة لنا احنا تو هنا في الإعلامية نأمنوا في تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية، وبعدين الأولاد اللي يقروا عندنا يواصلوا في BTS في سنة الأخرى. دونك هذا اش نأمنوا احنا في مركز التكوين المهني بنجردان. للإشارة أن معناها مركز التكوين المهني ككل يستقطب فئة من اللي كنتوا تحكوا عليها اللي هي المنقطعين عن الدراسة. نعم. ولكن راهو حتى احنا في ذاتنا كتكوين مهني نعانوا باقي من المنقطعين اللي يجوا قدانا وينقطعوا لعدة أسباب. ربما ثم بعض أسباب نشتركوا فيها مع التعليم، وثم بعض أسباب خاصة بالشاب أو خاصة بالقطاع. اللي شفناه خلال تجاربنا معناها في التكوين المهني، انه برشا شبان لقوا رواحهم في التكوين المهني وضمنوا مستقبلهم. وهذا دليل علاش خاطر تدخل وعي الأب أو الأسرة بأهمية التكوين المهني وبأهمية ميولات الولد أو البنت. تو ثم احنا ساعات حتى يجينا واحد من المواطنين يعطيني ولدي يدخل للتكوين. نحن لا، أنا واحد من الناس معناها نقول له لا، مش يعطيك ولدك يدخل للتكوين، ساعة قبل كل شيء ولدك ايش حاجته يتعلم، مش يعطيني نشد عام وعامين هيك شديته وبعدين شنو غرامه، يعطيني شنو غرامه وبعتلي نحكوا، يعطيني الساعة شنو غرامه وبعتلي نحكوا. ما تلوجليش، ما تقوليش شنو عندكم انتم، ينجم ولدك لحاجته بها ما عنديش انا. انت بتحط هنا عام ولا عامين وبعتلي، لا، حطه في الاختصاص اللي هو يميل له ويرغب فيه. دونك احنا كما كنت نبشر معكم وحكيت معكم أهمية التكوين المهني في استقطاب الفئة هذه المنقطعة، راهو أهمية كبيرة. وراهو مش معنى هذا راهو التكوين المهني ياخذ كيف الفئة المنقطعة، لا، راهو ياخذ في ولاد يجونا من التعليم وناجحين بمعدلاتهم. نوضح لكم النقطة هذه، لا أقصد بها شيء، لا طبعا، أما راهم يجونا ولاد ناجحين. وش ما يكون هو مستواه طيب
اش ينجح احسن في التكوين المهني واش ينجم يوصل بعدين. يجيكم بقناعه له مطرود ولا هو مقطع. يجينا بقناعه ماهوش مطرود. هذا قناعه وماهوش مستوفي حق. هذا والله ما مهم جدا معنا ما شاء الله. نقطة نعم نقطة مهمة جدا. لأنه مع الأسف الرأي العام والتمثلات العامة ساعات ترى في انه اللي يمشي للتكوين هو اللي ممكن هو الفاشل دراسيا فاشل. بالعكس يعني ينجم المهارات نتاعو يطورها في التعليم في التكوين، والتكوين راهو يقتضي جملة من العناصر المرتبطة بالتربية والتعليم. أكيد هي الصورة هذه اللي كنا نحكوا فيها تو اللي أشرت لها أنت، هي الصورة اللي واخدينها الناس على التكوين المهني، هذه هي اللي ما حبتش تتنحى. ما حبتش تتنحى اللي في أفكار معينة، لأن عندنا احنا في الريال بونسير تاعنا ولدي نحب طبيب ومهندس وهاك اللي تبدا من الصغر قاعد مسحته نقصت لك ماذا. بينما راهو صغيرك راهو ثم كل واحد كيفاش بينجح. اكيد كيفاش بينجح. واحد راهو زايد بينجح في التجاره ما عنده حتى علاقه بالواحد. الواحد بينجح عنده ميولات فلاحيه بينجح في الفلاح. وسيب غير سيب اعطيه الفلاحه وتربيه الماشيه واعطيه وكذا يمشي وينجح. واحد اخر باش ينجح في دومين اخر ميكانيك نجاره اكسترا. دونك علاش اني اكدت لكم من الاول ان الميولات يلزمها تكون جيده. واحنا علاش قلت لكم انا ثم برشا اللي يبدا واخذ الباك السنان ويمشي للتكوين المهني يتقى في مؤهل التقنيسان. نعم معناه انقنع لانه عنده ان بروجي مسطر في مخه باش نعمل هذيك خاطر هذيك مطلوبه في سوق الشغل، خاطر باش نعمل كذا باش نعمل بنحل اونتربريز بنحل مؤسسه باش نخرج بها لبرا. تلقيه معناه عنده برنامج واضح مسطر مع دونك يبدا عن قرب. انا ناكدهم لكم عندنا ومشكل في السنتر هذايا في برشا سناتر اللي يجوا ناجحين ولهم تردين ولهم خارجين. لانه الصوره اللي واخدينها لانه النجاح في البكالوريا ولا النجاح في الدراسه ولا كذا راهو يمثل 50%. ال 50% الاخرى نتاع الاختيار. يعني حسن الاختيار معناها نتاع حاجه فيها مجهوديه وفيها بروجي بروجي لازم يكون عندنا مشروع. والنقطه المهمه جدا اللي اشار لها السيد المدير هي انه الاختيار راهو ما لازمش يكون ميكانيكي. راهو ولدي باش ندخلوا مباشره لازم نشوف شنو هي المهارات اللي عند ولدي وشنو هي الاستعدادات وشنو الحاجات باش تكون النجاح والمردوديه وباش ما يصيرش الانقطاع. لانه الانقطاع اكيد في احد اسبابه حتى في صفوف التكوين المهني. في التكوين المهني اكيد احد اسبابه ممكن هي الطريقه هذه نتاع التوجيه. انت في نقطه هذه اللي اشرت لها احنا في الوكاله التونسيه للتكوين المهني عندنا زملائنا اللي هم لاهين بالتوجيه داخل المراكز. مهمتهم هم يستمعوا للشاب ويحاولوا يفهموه ويفهموا للشعب اللي ماشي له ثم اللي يجي الشعب مش عارفها سمع قرا العنوان مش في باله الشيء هذاك يجي يلقى حاجه اخرى. دونك ثم احنا عندنا زملائنا اللي هم مكلفين بالتوجيه يفسروا وهم اللي يعملوا الحملات التحسيسيه في المعاهد وكذا باش يحسوا التلامذه ان راهو ثم دورات تكوينيه ويعطوهم بسطه على اش ينجم يكون التكوين وين تنجم توصل به الشعب هذه الاختيار هذا وين تنجم توصل به. واضح. شنو هي شروط معنى تاع الانتفاع؟ نعم احنا كيما كان تحبوا نظرة على السيستم تاع الوكاله كامله احنا نقبلوا عندنا في الوكاله التونسيه للتكوين المهني 3 مستويات تاع التخرج. المستوى الاول هو شهاده الكفاءه المهنيه او البي تي بي او السي او بي. هذه سنه 9 اساسي منهات. واضح. ماهيش مش بنجاح منهات. المهم يكون مكملها ل 30/6 حتى كان ما عندهاش معدل. وينجم يكون اكثر ينجم يكون سنه اولى ثانوي. المهم الشرط الاساسي هو سنه 9 اساسي منهات. ثم عندنا المستوى الثاني هو مؤهل التقنين المهني بي تي بي. هذا ثانيه ثانوي منهات مستوى اللي يدخل به. وعندنا البي تي اس مؤهل التقني السامي هي شهاده البكالوريا او ما يعادلها اللي تعادلها عندنا احنا هي شهاده البي تي بي اللي ياخذوها ينجم يشارك في مناظره ويلتحق بشعبه في البي تي اس. اما يشارك في مناظره اللي تعملها الوكاله التونسيه للتكوين المهني. واضح.
واضح سي جمال. كنت تحكي لنا على الحملات التحسيسية والاستقطاب، شنو هي الآليات نتاع الاستقطاب خاصة للشباب؟ أكيد فما عنا شباب قاعدين يقروا، لكن فكرة الانقطاع قاعدة تراودهم، ممكن الضعف الدراسي، ممكن الظروف، ممكن غيره. شنو هي الحملات، شنو هي الآليات نتاع الاستقطاب نتاعكم؟ احنا والله نعمل في حملات مباشرة للمعاهد والمدارس الإعدادية التقنية كل ما سنحت الفرصة. نعمل في زيارات للمدارس الإعدادية التقنية اللي احنا ما عندناش في بن قردان مثلا. نحكي لك هنا على مجهود الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. احنا قاعدين كي خرجنا من حملات تحسيسية. حملات تحسيسية عندنا نوعين. فما نوع اللي احنا نمشوا للمدارس الإعدادية التقنية، لأنكم تعرفوا أن المدارس الإعدادية التقنية عندهم الأولوية في الالتحاق بالتكوين المهني بمنشور مشترك بين وزير التربية ووزير التكوين المهني والتشغيل، عندهم الأولوية بكذا. دونك نمشوا لهم احنا في المدارس الإعدادية التقنية بتاع جربة وبتاع مدنين وبتاع جرزيس، المراكز الكل تمشي في نهار للسنتر هذاك للمدرسة الإعدادية التقنية باش توضح لهم بقى النقاط وتساهم لهم في كيفية الشواء. وبعدين عندنا احنا حملات تحسيسية ان احنا يجونا تلامذة المدارس الإعدادية التقنية يعملوا دورة في مراكز التكوين المهني بالجهة. دونك هذا كبير، هذا اللي هو ما هو مبرمج بصفة رسمية من الإدارة الجهوية. نبقوا احنا هناك نشاط ثانوي، نخرجوا احنا كمركز تكوين نبعثوا زملائنا يعملوا نقولوا احنا اتصال بإدارة المعهد، ينجموا يحكوا مع الإدارة ويعملوا افيشاج تاع الالتحاق بالتكوين المهني. كنت نخدم في السيوي، نعمل لهم قاعة، نقول لهم الكلام حتى ما ياخذوا نجيبوا كيفاش تصير باش نحكوا معاهم ونبسطوا لهم اكسترا. واضح. نقول لك ثم التكوين المهني ثم الواحد نظرة سوداء. هذيك هي الكو قاعدة هذيك اللي ما حبتش تتصلح، رغم اللي هو بالأخير. لا، رغم اللي هو التكوين المهني طول الأمانة كانفراستركتور كبنايات، راهو الدولة قاعدة تصرف عليه طبعا. كمعدات في بعض المراكز مانيش باش نجيب حاجة من عندي، لأن الكلام أكيد فيها موجودة. ثم في مراكز قطاعية المعدات اللي ثم ما تلقاهاش في الجامعات. في هذا دليل استثمار كبير. راكي نقول لكم معدات في مراكز قطاعية معناها اللي عندها اختصاص معين، راهو الدولة راهي قاعدة تصرف عليه التكوين، تصرف عليه في فلوس أكيد. استثمار. دونك سي جمال، هل فما معناها كما نقولوا تنسيق مباشر ما بينكم وبين المعاهد مثلا، ولا كي يصير انقطاع نتاع تلامذة هل يتصلوا بيكم؟ هل فما هيك التنسيق المباشر لأن نحاولوا ننقذوا الصغار من أول ما ينقطع معناها؟ هو للأسف ما ثمش الشيء هذا، للأسف ما ثمش. وتوجد مرة قانون إن باش تصير الالتحاق ما بين التعليم والتكوين المهني والرجوع من التكوين المهني للتعليم. نعم. ما تفعلش القانون ما بقاش. باقي احنا في عديد من المناسبات برمجوا ان التكوين المهني يكون توجيه كيما التوجيه بتاع كذا، يوجه المدارس الاعداديه الليسي يوجه للتكوين المهني. لما لا؟ خاطر حاجة مهمة جدا وحاجة توطد العلاقة، لأنه كما بكري أشرنا راهو العلاقة الكبيرة ما بين التربية والتكوين هم وجهان لعملة واحدة ونفس الأهداف ونفس الرهانات. يعني مهم جدا. وتحدثنا ممكن بكري على تجربة المهني اللي كانت موجودة في الليسي، كانت يعني ما خلطناش عليها ولكن أعطت نتائج ملموس. أنا مثلا خريج الطريقة هذيك، أنا خريج المهني يعني أنا من الجيل اللي خرجنا اللي قرينا مهني وبعد اللي مشينا سبيسيال وهيك تسلسل سبيسيال من الحاجات اللي هي ناجحة واللي فيها نتائج إيجابية جدا. وكما ما رجعناش البرامج نتاع نتحدث عن الزمن المدرسي والبرامج المدرسية وكذا، لكن راهو مهم جدا أن نعود إلى أن العلاقة ثم
روابط مشتركة. لا يمكن إذا أردنا الإصلاح بشكل علمي وبشكل موضوعي مجال التربية والتكوين لهم مشتركين، فما عناصر مشتركة وفما حاجات اللي هي بالرسمي نتحدثوا احنا على حماية الأطفال من القطاع ولا كذا والظواهر اللي كيما هذه. راهو ربط المسالك التعليمية والمسالك التكوينية مهم جدا. لما لا وجود اختصاص كما الرياضة توجد اختصاص الرياضة مهم جدا أن الجانب التكويني يكون موجود بشكل أو بآخر. لا ما نوافقك أنا لهنا النقطة هذه نوافقك فيها زادة لأن معناها على ضرورة ارتباط التكوين المهني والتعليم. هذا مطلب من مطالبنا احنا كتكوين المهني، لأن احنا كما قلت هو أنت شنو الهدف بتاعنا؟ هي خدمة الشباب. هذا خدمة الشباب سواء كان في المعهد سواء كان في التكوين المهني. دونك احنا نشوفوا إذا أي ليسي ولا أي مدرسة إعدادية تقنية تبين لتلامذتها في هذا باش تقول له أنت راك سير رفضت ما عادش عندك الحق يا سيدي خلوا كان المجال هكا على الأقل تعطيه باب. يقول لك برا للتكوين المهني ها هو كذا نعطيك أنا كذا حتى مبدئيا تعطيه قائمة نعطوها لهم يعني القائمة بتاع المراكز التكوين المهني بالجهة ما يعطيه غير السيت ويب غير قول السيت ها واتصل. راهو ثم برشا ناس احنا كل اللي نخدموا عليهم الحق وكل الناس اللي هم انتونسيوني اللي ما في بالهمش اللي ما عندهمش المعلومة فهمتني. ما نخالفكش بل بالعكس نأيدك في إن وجب التنسيق ما بين المؤسسات التعليمية مع مراكز التكوين المهني والمؤسسات التكوينية. أكيد التنسيق ضروري هو على خاطر هما كما قال سي فتحي هما وجهان لعملة واحدة معناها والهدف واحد في إنه نوصلوا شبابنا وصغيراتنا لبلاصة تكون آمنة لمستوى تعليمي ومهني يكون سبب في إنقاذ مستقبلهم. خاطر قاعدين نشوفوا رانا في احنا حكينا على الأسباب لكن ما حكيناش على النتائج اللي قاعد تصير معناها على شبابنا الظواهر السلبية اللي قاعدين نشوفوا فيها عند صغيراتنا نشوفوا الإدمان نشوفوا في السرقة نشوفوا في برشا حاجات خايبة متسبب فيها الانقطاع المدرسي. طبعا ظاهرة الانقطاع المدرسي لها معناها ارتباط وثيق بظواهر أخرى والنتائج نتاع الظواهر الأخرى يعني اللي نشوف فيها طبعا مرتبطة ارتباط وثيق. وحتى الدراسات أثبتت أنه الحاجة هذه معناها أحد أسبابها المباشرة هو الانقطاع المدرسي المبكر ويترافق ذلك مع نقص في المهارات ونقص في التكوين لأنه لو توجد بعد فترة الانقطاع أنه الصغير يتعلم مهارة وأصبحت عنده حرفة وأصبحت عنده معناها مكتسبات راهو مش باش يمشي للسلوكات هذه العنيفة السلوكات اللي تتناقض يكون عنده سلاح يواجه به الحياة طبعا. وكما قلت مع الأسف في الأرقام تتحدث أنه انقطاع كبير كما أشرنا بكري معناها نتحدثوا على 7.5 6 معناها رقم كبير. وفي مقابل ذلك مانيش عارف يأيدني ولا فيما يخص التكوين ما فماش هكا العدد اللي عدد المنقطعين كبير ولكن المستفيدين من مراكز التكوين ومن التكوين وموردي مراكز التكوين مش هكا العدد الكبير اللي وهذا يمثل إشكال آخر إشكال كما قلت كبير لأنه حتى في فما حاجات راهي وفما حرف ومهن أصبحت معناها الإقبال عليها وأصبح يعني ضرورة كبيرة. نتحدثوا على الرقمنة وما أدراك ما الرقمنة مهم جدا. المراكز التكوين تشتغل بالإضافة إلى المعاهد الجامعية في هذا المجال هذا مهم جدا أنه شبابنا يمشي للمجالات هذه اللي هي راهي أساسية جدا. أكيد وحتى التكوين وطبعا ومراكز التكوين تقوم بدور أساسي. تعرف أنه في أغلب المناطق في أغلب المعتمديات فما مراكز نتاع تكوين وكما قلت لازمنا نواكب التطور والتحول اللي تمر به المجتمعات لأنه مع الأسف مواكبتنا ما هيش مرتفعة في هذا المجال هذا. حتى كي نشوفوا زاد إقبال برشا شباب على مراكز التكوين الخاصة نشوفوا فما عدد كبير راهو من شبابنا من بناتنا من أولادنا اللي ما سعفهمش الحظ في التعليم التحقوا بهم لكن للأسف مش الناس الكل تنجم تلتحق بالخاص ومش الناس الكل جمال تقريبا حسب ديما نفس الملاحظة فيما يتعلق بالانقطاع في بالي رواد نتاع المراكز التكوين العنصر الأنثوي أكثر من الذكوري ما هكا ولا والله حسب المراكز حسب الاختصاص ولكن في العموم
سي بريسك كيف معناها الإقبال من الجنسين كيف معناها أما ديما حسب الاختصاص، ولكن الإقبال مش شرطي. احنا كما كنت تحكي أنت معناها راهو الانقطاع اللي يصير في التعليم يجي من أهل التكوين، لكن ثم فلو كبير ضايع ما بين هذا والتكوين، ما يوصلش للتكوين. خاطر احنا تو أغلب الأحيان للحق إن فوا شاب جاء دخلت مركز التكوين وشاف راهو أغلبية يقتنع للأمانة. معناها اللي شفناه احنا كل شيء اللي من الأول راهو ما عندوش اللي نقولوا احنا النية بتاع الالتحاق أما ينبهر الحق بطريقة التدريس، ينبهر بالمعدات الموجودة بكثرة، يلقى حاجة تختلف على التعليم لأنه شرقة روحه يمارس وفما البراتيك هو. فنقولوا احنا ماهوش فد من ستيله وحضر وكذا، بيجي يلقى روحه في أشغال تطبيقية براسك دائمة، يلقى روحه يعني هذا من العناصر المحفزة باش يبقى. مع عندنا في التكوين المهني بعض الخدمات الاجتماعية أو الأنشطة الاجتماعية، عندنا بعض شعب فيها منح، يعطي الحاكم في منحة، تعطي الدولة يعني في منحة، يعني ضب برشا حاجات حاجات محفزة. حاجات محفزة. بعد التكوين هل فما آلية دعم معناها في دعم بعض المشاريع الخاصة المتكونين توفرها الدولة ولا لا؟ والله أكيد، لكن مش إحنا كمركز تكوين معناها ما فماش ربط مباشر. ما إحنا بعد ما يتخرج كأي هو نقولوا كيما تتخرج الناس في الجامعات، أما إحنا الحاجة الوحيدة إنه يخضعوا لدورة شبه دورة تكوينية من مكتب التشغيل. نعم. يبينوا لهم الآليات وطرق التمويل وطرق الانتصاب وطرق التعامل مع الإدارات، يعني في خلال حلقة تكوينية يعطون كأنهم المبادئ بتاع المؤسسة، انتصاب، كيفية انتصاب المؤسسة. وهذيك زادت فكرة باهية تعطي إنك أنت تعطيهم البداية. نعم. تعطيهم فكرة على المؤسسة. في الختام سي جمال، بشنو تنصح شبابنا أكثر حاجة؟ خلينا نحكوا شوية على الاختصاصات اللي يطلبها سوق الشغل حاليا. مثال تكون نصيحة عامة لشبابنا، حتى الاختصاصات حتى لو كان مش موجودة في مركز التكوين المهني ببنغردان توا، لكن في المستقبل باش تكون موجودة، ويزيدي حتى في الخواص بشنو تنصحهم شنو يختصوا حاليا؟ في الخواص ولا في مراكز اللي موجودة في الجهة؟ لأن احنا الميزة اللي عندنا في التكوين المهني أن المراكز التكوين ما هي زي بعضها، ما تلقاش اختصاص هنا يتعاود في مراكز أخرى، إلا في بعض مراكز يتعاود اختصاص. احنا ماناش كيما الكولاج ولا الليسي نفس الواحد. دونك عندنا مئات الاختصاصات، ثم عندنا مراكز قطاعية، وعندنا مراكز تكوين مهني، وعندنا مراكز تكوين ونهوض بالعمل المستقل. تختلف التسميات وتختلف النشاط بتاعها. أنا اللي ننصح به كما أشرت لك أنا في البداية، ننصح به احترام ميولات الشاب، احترام ميولات الشاب في التوجيه. لأن ثم احنا تو من خلال تجربتنا يجوك شبان طالبي التكوين، تجي مع السيد هذا تحكي معاه، تحب يجيك بفكرة حاجته بالميكانيك، ميكانيك سيارات، ومصر، وتحاول تقنع بالحلاقة أو باتيسيريه أو أي حاجة أخرى، يقول لك لا أنا حاجتي بالميكانيك. وللأمانة هذه خلال تجربتي، حتى أنا قبل ما نخدم هنا خدمت في سوسة، مركز تكوين في سوسة، وتلقى الجور بتاع الشباب اللي هو ينجم يعبر على رغبته بأكثر حرية. ما كذا يقول لك أنا حاجتي بميكانيك، يمشي الوليد هكا يخرج يجيك وليد آخر، تقول له هي بلاصة في الميكانيك، يقول لك الميكانيك لا، نفس المكان اللي كان فيه ونفس المستوى، لكن الميولات تختلف مختلف. دونك أنت لهنا أهم حاجة باش نرجع لنقطتك، أهم حاجة هي احترام الميولات الشاب. بعدين راهو إذا مشي في الميولات بتاعه راهو بحول الله ينجح، بحول الله ينجح، لأنه يا سيدي حتى كان ما نجحش على الأقل مشي في شعبة في اختصاص يبغيه، على الأقل يستفيد منه. دونك اللي ننصح به الشباب هو ضرورة الالتحاق بالتكوين المهني، ضرورة كما يقولوا فيها
اعمل ورقه في جيبك، اعمل شهاده في جيبك. ماناش احنا تو للامانه معناها حتى وزاره الداخليه، حتى بعض العديد من الوزارات يطلبوا منين يبدا الشاب عنده شهاده تكوين مهني يقبلوه سواء في ادارات مختلف الوظائف، لان يطلبوا مثلا ثانيه ثانوي ولا رابعه ثانوي، منين مع الرابعه ثانوي تجيب لهم شهاده ان في مثلا مركب في كهرباء البناء والا ميكانيك سيارات والا اكسترا، على طول اللي عندك الاولويه في الانتداب. واضح. وبرشا مرات نشوفوا مناظرات تطلب النوع من نعم. هذه الاختصاصات نتاع من الحاجات اللي هي الاساسيه نعم. واللي تخلي حظوظ الشاب في الالتحاق بعمل معناها تكون وفيره. مهم جدا يعني، ومثل ما اشار جمال راهو مهم جدا الجانب التكويني، وتكون في ثقافتنا وفي العناصر اللي نعطي للشاب الاختيار. راهو من الاخطاء ان الولي ساعات اللي تخمموا في سوق الشغل ولا في كذا، ولا تخمموا في التشغيل الآلي ولا كذا انه يختار. راهو مهم جدا انه نعطي للطفل شنو يحب، مهاراته شنو هي اللي الطموحات، شنو اللي يحبه هو، باش على الاقل كما قلنا النجاح التكوين يكون اكثر وما يصيرش انقطاع وتكون ديمومه على مدى اطول. خاطر حتى قاطعك شوي، لان الاختصاص هكا باش يعدي في عمره بعد كده، مش باش يعدي عام وعام ونص تكوينه، باش يعدي في عمره. دونك ماذا بيك في حاجه عنده فيها رغبه ينتمي يحبها، مش نعم يكون مغروم بالمجال. لان اذا كان مغروم في الاختصاص هذاك راهو يبدع طبعا. اكيد. نعم. دونك اللي نعاود اشاره صغيره، ننصح الشبان التكوين المهني، خذ اختصاصك وواصل فيه بحول الله تنجح. ان شاء الله. سي محمد، نصيحتك للشباب في الموضوع هذا؟ ايش نقول انا وشباب الشباب اللي يخمم في الانقطاع واللي قطع الزوز. اول شيء، اول نصيحه هو ان ما ينقطعش، لازم يكمل السنوات اللي هو عنده فيهم الحق، لان وقت يوصل العمر تعترض والله لا يرحموك. واضح. انت تجيبها لهم سهله تنقطع. هم حتى هم من الدوله ما باش تخليك اللي وتعطيك فرص ما تضيعهاش. هكذا قلت لك البكي الوحيد اللي نفتخر بها اديت القرايه. 37 عام رجعت واحد برك القرايه التو يعرضني يقول بارك الله فيك انك انت كنت. هكا قلت له اعطيته مشهد قبل المشهد. قلت له انت تو كمل الكرتوشات اللي عندك وراها من هذا بترجوك والله مو مش باش يرحموك. هذا النصيحه الاولى. ثم ان الناحيه العقليه هذه نتاع المهنه موجوده هذه موجوده يبغي تعلمنا كان معلم استاذ طبيب ما نوع لازمك تخدم خدمه اللي تستقيم بيديك ساعه قبل حتى المهنه مش كل. خذ اللي الخدمه اللي تقدها تقدها وبحول الله كما قال سيدي جمال تخلط ان شاء الله. وما تستعجلش الربح. ايوه ما تستعجلش الربح. نعم. يبغي في نهارين يولي مليونير. وهذا لا يمكن، ما هناش في التاريخ الانسانيه. بس لازم لابد لكي يقول مثل يقول لكي تبلغ الشهده ما تبلغ الشهده حتى تجنيك ابر النحل. هون العسل غادي وانت حاولها. لازم تتحمل دقات النحل باش توصل لا تبلغ الشهده حتى تجنيك ابر النحل، لابد من التعب. اكيد. هذا نصيحه. يعطيك الصحه سي محمد. سي فتحي. طبعا ختاما ان شاء الله ظاهره الانقطاع المبكر فيه تنقص، وكما قلنا نحاولوا ان المستوى التعليمي ديما يكون افضل. وفي صوره ما صارت اشكاليات انقطاع او مشاكل نتاع التعليم والتعلم، الارتباط والذهاب الى التكوين اللي هو راهو اساسي وجوهري، لانه الانسان تكون عنده حرفه، تكون عنده مهنه، تكون عنده مهارات هي راس المال نتاعو اللي تسهل اندماجه سواء في المجال العام ولا في الخاص ببعث مشروع او كذا. معناه مهم جدا ان تكون عندنا كذلك بالنسبه للاسر ثقافه التكوين وثقافه انه ابنائنا يتعلموا حرفه ويتعلموا صنعه اللي هو راهو، وكذلك تجنب الذهاب الى المجالات المرتبطه بالربح السريع وبالربح السهل
اللي ما ياخذش لابد في الحياه هذه نعم. بدون مطبات راهو ما نجموش. طبعا والنجاح راهو ماهوش نجاح ظرفي، راهو نجاح حياه كامله. طبعا الحاجه راهي ماهيش مربوطه بخيار. ان شاء الله الظواهر المرتبطه بالانقطاع تتراجع. كيفاش تتراجع؟ بأنه تكون عندنا مشروع كأسرة، أنه أبناء يوصلوا للدرجات الكل. وكذلك كما قلت إذا سمحت الظروف أنهم ياخذوا معناها يركزوا على المهارات اللي هي أساسية جدا في الحياة. طبعا. أي تفضل. ما جبناش الولي، دور الولي غايب على الساحة تماما. أنا هذا الانقطاع هذا وغيره كنت يجيني حد باختبار كنت قايم معاه ويجيني خاصة ظاهرة التأخير الصباح في الشتاء. الليلة ما يدري ليه يقرا ما يقراش، عنده جدول ما عندهاش، ضايعة الليلة كلها ضايعة. وأنا نتذكر اللي في حياتي الخاصة أمي رغم هي أمية. نقعد راقي فرش تقول لي شبيك اليوم مش تشتغل. تو نحلف لك بميل لما تسأل قلت شبيك اليوم مش تشتغل. تحداك لك تسأل. ولا تقتلها بسهولة، يقولها اليوم أنا قروش تسكت. بس أمي تقول كيف ما تقولوش؟ ها فلان أخاف منه بالعربي والله أخاف منه من جد. احنا الولي الأم ولا الولي ولا البابا ديما من هذه الخدمة تقتلها بسهولة، يقول اليوم أنا قروش هكا وتسكت. هو مش ما يقول، هو معلش وين ماشي. لأنه مشاهد طبعا مهم، خاصة نتحدثوا العلاقة مع الابن لازم تكون فما جانب قربي. طبعا أكيد تواصل مباشر والعلاقة في رغم مع الأسف استعمالاتنا والمحيط الاجتماعي اللي أصبحنا نعيش فيه بالفعل، خاصة لنوفيل تكنولوجيا الوسائل الحديثة، أصبحت المسافة كبيرة جدا، وأصبحت علاقتنا مع أبنائنا اللي هي راهي تساهم في الانقطاع بشكل أو بآخر. يعني مهم جدا. آبائنا على فكرة ما قروش وما تعلموش، ولكن عندهم درجة وعي كانت كبيرة. ولكن الوعي وتلك اللمة الأسرية وتلك اللقاء الأسري وتلك الحميمية الأسرية راهي تحمي من الانقطاع. وبالعكس ساعات عقاب ولا كذا من أب يكون بطريقة ذكية، راهو ثم برشا حكم تعودوا بها آبائنا وأمهاتنا راهي تدرس اليوم، تدرس كما قلنا في حاجات اللي هي الظواهر الاجتماعية انتشرت، الظواهر الخايبة، الظواهر اللي مست الجسم الاجتماعي مع الأسف بفعل أنه بعدنا على حاجات ما تميزنا به كمجتمعات يعني تلك اللمة الأسرية، تلك اللقاء الأسري اللي هو أساسي جدا في الحماية الاجتماعية وفي الإحاطة الاجتماعية. طبعا أكيد. إن شاء الله كما قلنا الظاهرة تنقص، وإن شاء الله يكون عندنا وعي أسري في مرتفع ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ما عنديش برشا كلام باش نضيفه عليكم ضيوف الكرام في نصائحكم الختاميه. اكيد مستمعينا ان شاء الله تكون الفايده حصلت، ونتصور الظاهره هذه مقلقه العباد الكل. ما تصورش اللي فما دار في بن قردان ما فيهاش واحد على الاقل انقطع عن الدراسه مبكرا. ان شاء الله الظاهره هذه تنقص، وان شاء الله نكونوا في وعي اكثر باهميه المستوى الثقافي على الكل، حتى لو كان ما نحكوش على النجاحات اللي هي مرتبطة بالعمل وبالوظيفة وبغيره، نحكوا حتى انه نعم انه نخرجوا اجيال تكون مثقفة على الاقل قادرة على تكوين اسر سليمة في المستقبل.